احنا كده المفروض بدأنا ان احنا نبقى لايف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا انتظر بس كده دقيقة او دقيقتين بحيث ان يبقى في الشباب او المتابعين يكونوا موجودين معانا، وان شاء الله نبتدي على طول يا باشمهندس. تمام ان شاء الله. تشرب قهوة؟ انا بشرب شاي والله. اتفضل معايا. عندكم شاي هناك؟ ده جميل ده. لا، وشاي خشن، شاي الغزالي لو تعرفه، بتاع شاي مطروح خشن؟ بتاعنا. ايوه شاي خشن. ده انت جايبه معاك بقى. لا والله للاسف جبته من هنا. من هنا؟ يلا كويس. من هنا ونفس الماركه كمان، هي اللي موجوده هناك هي نفس الماركه. في مطروح؟ انت طبعا من مطروح صح؟ لا انا اصلا من الواحات، ناحيه تانيه خالص، الواحات. آه. تحت كده بعد اكتوبر 5 ساعات بالعربيه تلاقي الواحات. الواحات جميل جدا، زي الفل. انا كنت فعلا منتظر ان الشباب ياكدوا عليا بس ان اللايف تمام وزي الفل. ان تمام. شاء الله نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم في اول حلقاتنا من سحورك برمجي. سحورك برمجي هو برنامج بنقدمه كل سنه. البرنامج ده بنحاول نستقطب فيه او نستضيف فيه ناس ليهم خبره في المجال بشكل عام، سواء الخبره دي مرتبطه بالستاك التكنيكال او التك بس، او ناس اصحاب شركات خلاص خدوا خطوات ان هم يبتدوا شركات، فبرضه بيكلمونا عن وجهه نظرهم من ناحيه في السوفت وير بشكل عام، بعد كده البيزنس. مش هينفع نبتدي الأول حلقاتنا وما نتكلمش أو ما نقولش يعني تعزية وجبة لأهلنا في فلسطين، وبالأخص أهلنا في غزة. ربنا سبحانه وتعالى يصبرهم ويقويهم ويغفر لنا تقصيرنا ناحيتهم يعني إن شاء الله، ويعفو عننا جميعا. ونبتدي على طول مع الباشمهندس رامي حكم. سريعا هقول بريف بسيط، لكن هو اللي هيقدر إن شاء الله يعرفنا عن نفسه بشكل أكبر. مهندس رامي حكم هو سينيور باك اند انجينير. حاليا هو شغال في المانيا. مش هخوض في تفاصيل اكتر من كده، الباشمهندس رامي هو اللي يعرفنا بنفسه. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك مصطفى، ايه الاخبار؟ وانا يعني تاني مره ابقى مع ايروسوفت، مره كانت اوف لاين والمره دي اون لاين، فالحمد لله. كانت جميله جدا الاوفلاين بصراحه. طب الحمد لله كويس. نعيدها تاني ان شاء الله لما ابقى في مصر باذن ان الله. شاء الله باذن طيب الله. انا رامي حكم، سينيور باك اند انجينير، حاليا مقيم في المانيا، وحاليا دي تحتيها خطين عشان الاستمراريه في المانيا محل نقاش. امم اشتغلت في مصر، هنتكلم كل الكلام ده هنقوله يعني، وليه والكلام ده كله هنتكلم فيه ان شاء الله. اشتغلت في مصر في اكتر من شركه. تمام. بعد كده قررت ان انا اسافر المانيا، واشتغلت برضه في المانيا في اكتر من شركه بقالي اكتر من يعني 5 سنين اهو. وفي نفس الوقت ليا تشانل على اليوتيوب ومجموعه كورسز كده بتساعد الناس اللي بالذات في الباك اند ديفلوبمنت، سواء كان مثلا في البي اتش بي او سواء في حاجات في الفرونت اند برضه تخص الانجلر، بس ان جنرال حاجات تخص الادفانسد ليفلز في الويب ديفلوبمنت عموما. بس فده كده باختصار مين هو رامي حكم. جميل جدا. يعني احنا بنتكلم على اكسبيرينس دلوقتي من 7 ل 8 سنين في مجال السوفت وير. اه بالظبط. طيب يا باشمهندس، حابين نبتدي السؤال في وجودنا في مصر. احنا برضه يا شباب عشان تبقوا فاهمين، احنا هنتكلم على قصه سفر الباشمهندس رامي من مصر لالمانيا، وايه تداعيات ده، وايه السبب، وايه الحاجات اللي وقفت قدامه. بعد كده هو احتاج ان هو يعني ابجريد الليفل بتاعه. يعني اللي هيقول لي هو في هنحتاج ابجريد، هتحتاج ابجريد على الاقل في اللغه يا سيدي، انت ظبط الدنيا. بالظبط. ف خلينا نتكلم في الاول. احنا عاوزين نتكلم على الستوري بتاعت باشمهندس رامي في ستاك الباك اند بشكل عام. طبعا احنا بنقول باك اند انجينير، فباك اند انجينير دي معناها ان الباشمهندس رامي بيستخدم اكتر من لغه، ونقدر نقول اكتر من ستاك في الباك اند بشكل عام. بالظبط. فخلينا نتكلم خالص في مصر من الاول خالص. لما تمام. بدات تشتغل رحلتك بعد ما كنت طالب مم. للشغل والشركات اللي انت رحت فيها، وايه القصور اللي تمام. انت حسيت ان هو موجود، وخصوصا من ناحيه السكيلز بتاعتك بشكل عام. وبعد كده خطوتك للسفر، والسفر ده اثر عليك في ايه، ووصلت لفين بعد كده. اتفضل. تمام جدا. طيب بالنسبة لمصر،
انا اول ما ابتديت ان انا اشتغل بعد ما اتخرجت بقى الحمد لله، ابتديت ان انا اشتغل. كان الهدف الاساسي ان انا اشتغل بالجافا، لان هي اللغه الاساسيه في الكليه او اللغه اللي انا درستها، في نفس الوقت اللغه اللي انا بعد ما درستها في الكليه ابتديت ان اخد فيها كورسز. فكنت جميل. فاهم ان انا اقدر ان انا اروح واشتغل بالجافا. فعملت انترفيو، 2 انترفيو بالجافا. بس لقيت نفسي لا، انا بعيد حوالي 5 كيلو عن النقطه اللي المفروض اشتغل منها بالجافا. يعني انا رايح بقى وان انا خلاص انا رايح، يعني المرتب المفروض يعني عايز اجاوب على سؤال هتقبض كام والكلام ده، خلاص بقى انا واخد جميل. كورس جافا وفاهم جافا. لقيت لا، انت في مستوى تاني خالص. فبعد كده المفروض ياخدوك يستلقطوك كده، تعالى خد بالظبط. الكام دولار بالظبط. كمان، يعني اقبض بالدولار. يعني حط رجل على رجلي كمان. لكن اكتشفت لما رحت شركه والتانيه، اكتشفت ان انا لسه بدري في الجافا. وبعد سيرش كده مم. كتير قوي لقيت اولا شغل الجافا او اول لغه برمجه عايز تتعلمها في مصر، عايز تخش بيها مجال الويب او مجال الشغل. طالما انت مبرمج او حتى خارج الكارير او خارج الستادي بتاع مش مجالك، يعني مش مجال تخصصك، بس عايز مم. تنقل للبرمجه، هي البي اتش بي. تمام. جميل جدا. فرحت دايس شويه في البي اتش بي وعملت بيها كام بروجكت كده، بس في نفس الوقت ما اتعلمتش اشهر فريم ورك موجوده في البي اتش بي في مصر او في الوطن العربي، اللي هي لارافيل. كنت متعلم حاجه اسمها مم. سليم. سليم هي مايكرو سلام. فرونت اند او مايكرو بي اتش بي فريم ورك. مم. اتعلمتها وخدت فيها كورسز، وفي نفس الوقت ابتديت ان انا اعمل بيها بروجكت خاص بيا. جميل جدا. بجانب ده بجانب ده كنت برضو يعني بحاول بقى ان انا اطور نفسي في الجافا برضو. لكن انت عايز تشتغل دلوقتي في فرق بقى، عايز تتعلم خش جافا، طول شويه في الجافا لحد ما توصل لمرحله ان انت تخش تشتغل، او عايز مم. تنجز وتروح تشتغل خش في البي اتش بي. فكان جميل الحل ان انا جدا. اخش في البي اتش بي بس. فكملت في البي اتش أنا- بي لحد ما ابتديت ان انا اخش في شركه واتقبلت الحمد لله كاول شغل. جميل. انا بس عاوز اعرج على النقطه دي، وخصوصا للناس اللي بتشوف. انت هنا رتبت الاولويات بتاعتك. انت عاوز بالظبط. تشتغل فخدت الستاك، وفي نفس الوقت انت ما سبتش الحاجه اللي انت حابب او انت لا. عاوز ان انت تشتغل فيها برضه، ما تركتهاش، مهم. لكنك رتبت اولوياتك، انت عاوز ايه بالظبط، وبناء عليه خدت اكشنز في الاتجاه ده، بالظبط. واستمراريه فيه لغايه ما وصلت للي انت عاوزه. جميل. بالظبط. جميل. فابتديت إن أنا أشتغل، واشتغلت في أكتر من شركة في مصر. وممكن بس كنوعية الشركات اللي موجودة في مصر، أنت عندك يعتبر الموست كومن شركات الأشهر شركات أو أكتر شركات موجودة في مصر الشركتين، يا إما سوفت وير هاوس بتقدم خدمة العملاء بيستخدموها، امم. أو شركة بتعتمد على العملاء عشان خاطر تعمل لهم خدمات. يعني مثلا انت عندك شركات مثلا بتقدم خدمه اي كوميرس، يعني شركه انت شغال فيها كباك اند بقى، فرونت اند، وات ايفر كان ايه الوظيفه بتاعتك. الشركه دي بتعمل سيرفيس، السيرفيس دي بتستخدمها الناس. تمام. جميل. فانت كل دورك ان انت بتضيف فيتشرز جديده على السيرفيس او البلاتفورم اللي عاملاها الشركه دي. مين بقى اللي بيضيف امم. الفيتشر دي؟ المدير بتاعك، انت، حد ماركتنج تيم، الستيك هولدر، عم عبده، اي امم. حد عنده فيتشر امم. او فاليديت او مش فاليديت، يعني على حسب بقى امم. فاليد ولا مش فاليد، بتضاف في السيستم. النوع الثاني جميل. من الشركات، اشهر شركات موجوده في مصر، واللي هي ان انت كشركه مستني عميل يجي لك يقول لك انا عايز اعمل ويب سايت، انا عايز اعمل ابلكيشن، انا عايز اعمل مش عارف ايه، يقول لك شويه ريكويرمنتس. فانت تقعد معاه كديفلوبر. ده يعني لو كيس مش كويسه ان انت تقعد معاه كديفلوبر منك كده للكاستمر على طول، وتقول له انت عايز امم. تعمل ايه، وانت تظبط له البدله على مقاسه. تمام. دي نوعيه شركات. طبعا دي ليها مميزات وليها عيوب، ونفس الكلام النوع الثاني برضه مميزات وعيوب. وانا اشتغلت في النوعين. تمام. امم. فبالنسبه لمصر الهدف الاساسي من ان انت يعني او من الشغل نفسه ان انت تعمل سرعه او تخلص بسرعه بس. يعني جميل. فيتشر عايزه تخلص في اي نوعيه بقى من انواع الشركات اللي انا قلتها دي، انت فيتشر عايزه تخلصها بسرعه، مش مهم قوي الجوده بس مهم قوي الكوانتيتي. كوانتيتي امم. يعني نعمل 4 5 ويب سايتس بجوده 50% احسن من نعمل 3 ويب سايت بجوده 90%. مش هنوصل 100%، دي حاجه مش امم. يعني مش بتحصل، ولكن عندهم ان عمل انت لله تعمل وحده. بالظبط، هتعمل عدد كبير قوي بكواليتي اقل. ده افضل ليهم كمكسب وكماركتنج وكبورتفوليو، احسن من ان انت تعمل 3 بجوده اعلى، وان انت تنزل برضه السعر الفيتشر. هنا هيدخل. بالظبط. والكاستمر بيزن، والكاستمر عايز الفيتشر دي بسرعه ومش عارف ايه وكده.
وفي نفس الوقت لما انت بتتعامل مع حد الكاستمر نفسه مش عارف هو عايز ايه، سواء كان الكاستمر ده هو العميل اللي انت بتعمله الشغل او الشركه نفسها بتعمل فيتشر، لكن اللي عامل الفيتشر دي البيزنس تيم مثلا او مدير الشركه صاحب الشركه عايز ينزل فيتشر جديده بس مش عارف ايه المطلوب فيها بالظبط. ده بيأثر على الجوده وعلى الاستراكشر بشكل كبير قوي. اذا ممكن يكون بعد ما تبتدي وتشتغل تلاقي نفسك في الاخر قال لك حاجه جديده تغير في الاستراكشر كله. تمام، دي بتبقى مشكله. مفيش اناليسز من الاخر، مفيش بلان. بالظبط، مفيش بلان. بمعنى ان انت لما بتبتدي سوليد، بعد ما ابتديت خلاص برمجه، ابتديت مشروع، يعني مثلا انت بتبني بيت وخلاص كده عملت الرسمه، ما ينفعش بعد ما تبني اول دور يقول لك معلش انا عايز اغير مكان المطبخ خليه يحطه مكان الحمام. ما ينفعش. في البرمجه ينفع، او احنا فاهمين ده في البرمجه ينفع ان انت بعد ما ابتديت وتبني ومش عارف ايه ده كود هتغير من هنا تحط هنا ومش عارف وابقى فاكر كده. ايه بالظبط. تمام. فده بيخلي الموضوع ان انت الكواليتي بتقل قوي، لان انت اوريدي بادئ بشكل عندك في ضغط عليك، يلا بسرعه يلا بسرعه يلا بسرعه، فبتعمل تلصقه وخلاص لحد ما تخلص، فخلاص اتنفذ الموضوع. فبقى العقليه ان انت عايز تخلص اسرع، بجانب الكواليتي بتاعتك تقريبا مش مهتم بيها قوي. المهم ان الفيتشر شغاله، المهم ان مفيش وبالتالي ما باجز. بتتعلمش. بالظبط. ما انت ما بنتعلمش. بتتعلمش، وفي نفس الوقت انت كديفلوبر من كتر البريشر اللي بيبقى عليك، تمام، بتبقى عايز تخلص التيكت. مثلا انت كفرونت اند، ايه البريشر اللي عليك؟ يلا بسرعه الديزاين يخلص، الديزاين الفرونت اند يخلص، الفرونت اند يخلص. ليه؟ عشان الباك اند مستني. او العكس، انت باك اند عايز تعمل اي بي اي، فالضغط كله عليك ان انت تخلص الاي بي اي. فانت بتبقى خلاص كده، خلاص خد الاي بي اي خلصت، مالكش انت خلاص كده، بيبقى مخك مش رايق ان انت تعرف الاي بي اي ده هيتعمل فيه تاني بعد كده، توبتمايز الاي بي اي ده، تعرف الفرونت اند بعد ما يركب على الاي بي اي بتاعتك ده هينزل على ايه، السيرفر هينزل ازاي، التستنج هيتم ازاي، كل ده خلاص انت عايز تخلص وتخلص. فامكانيه ان انت تتعلم الديفلوبمنت سايكل بتاعتك كلها، تمام، بتبقى لو انت عايز ده الشركه ما بتوفر لكش ده. تمام. جميل. طبعا في شركات كتيره في مصر جدا لا احسن بكتير من اللي انا بقوله ده، ولكن انا بقول على يعني اللي انا اتعاملت معاه. الكومون، احنا برضه بنتكلم بالظبط. في الغالب بالظبط. الاعم بتبقى بالظبط. بالشاكله دي. بالظبط. هنقول ان بس البيزنس فانت بيحكم في النقطه دي بشكل كبير يعني. البيزنس بيحكم، وبان انت عندك ضغط كبير قوي انت ما بتستفادش كتير. تمام، انت جميل. عندك تايم بريشر، فعايز تخلص حتى لو انت عارف اللي انت بتعمله ده مش البيست كيس، لا انت عندك التايم بريشر بيخليك لا معلش انجز، بعد كده ان شاء الله نبقى نعمل ريفاكتور اللي هو ما بيجيش ده، ان شاء الله. بس في نفس الوقت بتنفذه. بالظبط، ان شاء الله هنعمل ريفاكتور باذن الله بس. جميل. مم. دي مرحله مصر. الخطوه اللي بعدها عشان تسافر، او ايه اللي حصل بعد كده عشان تمام. نروح بعد ما لنقطه ابتديت السفر؟ اشتغل بقى في مصر فكرت ان انا طب ليه يعني ما اسافرش بره. كان الاوضاع في مصر 2017 و18 يعني كانت بالنسبه اللي احنا فيه دلوقتي، او بالنسبه لمصر فيه دلوقتي، يعني كانت جنه. بس ساعتها كان الوضع ما كانش كويس، فقلت ليه الواحد ما يفكرش ان هو يسافر بره. وبدات اعمل سيرش، بعد كده تارجت على كان في مثلا امريكا، كندا، استراليا، الدول اللي بتتكلم انجليزي. تمام. بعد كده عملت تارجت على، قلت دول بعيد ليه؟ دول بعيد عن مصر. انا برضو عايز مصر. اسافر، لكن عايز يبقى عندي ان انا ممكن اسافر مصر بشكل يعني اسهل بكتير، سهل ان انا حلو. ارجع مصر يعني في اي وقت. فعملت تارجت على اوروبا قريبه. طب ايه حلو. احسن دوله او اقوى دوله في اوروبا؟ المانيا. تمام، مرتبات او وظائف او حاجات كتير قوي تخلي المانيا هي اقوى دوله حاليا في اوروبا، هي اللي شايله الاتحاد الاوروبي كله، وفي نفس الوقت الوظائف فيها كتير ومرتبات فيها كتير. بس لكن كان عائق المشكله الاساسي اللي هو اللغه الالمانيه مش سهله تمام. تمام، وانا الانجليزي بتاعي ما كانش هو الحاجه كويسه، ما كانش كويس قوي لا خالص. انا في اخر شركه اشتغلت فيها في مصر كنت بتعامل مع تيم في الهند، فانا كنت فاكر صباح ان انا الجمال. كويس في الانجليزي. كنت فاكر ان انا كويس في الانجليزي، لان انا درست في الكليه بالانجليزي، وخدت كورسز بعد كده بالانجليزي من ذا نيو بوستن، لو الناس تعرف نيو الشخص. بوست. نيو بوستن مم. كان زمان بقى الكلام ده من يجي يعني 9 10 سنين مثلا. تمام. انت بتتكلم في 2015 2016. اه مم. فالحاجات دي خلتني ان انا اقول خلاص ان انا كويس في الانجليزي. لما ابتديت اتعامل مع ناس بقى ان انت تتكلم معاهم بالانجليزي بشكل طبيعي، تمام، مش بس كده تقول كلمتين وخلاص،
لقيت لأ، أنت الإنجليزي بتاعك وِحِش أوي. تمام. إمم. فابتديت إن أنا لأ، أدرّب نفسي كتير أوي. يعني مثلًا أحكي موقف بسيط أوي، إن أنا كنت في session مع حد من الهند، وعايز أملّيه الIP address مثلًا، عايزين نخش server. بس إحنا عندنا في مصر لمّا أقول لك رقم تليفوني يقول لك 011. هو مش هيفهم إيه اللي أنت إيه اللي أنت عملته ده، إيه 011 دي، إيه اللي جه الاتنين مع بعض. تمام. فإن أنا بقى أملّي له رقم IP كبير كده، كان عندي مشكلة إن أنا لأ، دي 19 والّا 90 والّا، كانت مشكلة إن أنا أملّيه لحد، آه. بس بقى خدت له screen وبعتها له. كانت مشكلة، يعني وصلت لدرجة إن أنا مش عارف أنطق الIP address بالإنجليزي. أنا تمام. عاوز أقف على الحتة دي، إن الباشمهندس رامي حاليًا مقدّم كورس على Udemy in English كورس كامل ماشي، عشان بس أنا عاوزك تحس نفسك مكانه، لإن كلنا كده، بالضبط، كلنا بلا استثناء، ما فيش واحد بالضبط، بيبقى تنين مجنح كده. بس هو الفارق اللي عمله الباشمهندس رامي الاستمرارية والمجهود اللي هو بذله، وما حطش إيده على خده وقعد كده وقال إن شاء الله هاسافر ألمانيا وبإذن الله هاروح بالضبط، أمريكا وبتاع والكلام ده. الراجل تعب وخد courses واحتك احتكاك حقيقي عشان يوصل للنقطة دي، للدرجة اللي تخلّيه يقدّم كورس على Udemy كلّه in English يعني. كمّل يا بالضبط. باشمهندس، اتفضل. بالضبط، فده اللي خلّاني أبتدي لأ، إن أنا ألاحظ بقى لأ، لازم الEnglish بتاعي يتطوّر شوية. فكنت حتى وأنا راجع من الشركة باشوف أي يُفط، أقرا رقم التليفون بتاعهم ده بالإنجليزي، آه. آخده كده وأترجمه على جوجل، أخلّي جوجل تقرا لي الرقم ده بالإنجليزي، تسمّعه لي آه. بالإنجليزي، وعشان أفهم الدنيا ماشية إزاي. بس. جميل جدًا. فدي من ضمن الcases، يعني من ضمن بس المثال، حصل مشكلة فحليتها إزاي. تمام. جميل. بعد كده فكرت بقى إن أنا أقدّم في ألمانيا، لقيت إن اللغة في ألمانيا مش شرط للمبرمجين. فقُلت خلاص، إمم. طالما أنت الموضوع كلّه بالإنجليزي، فأقدّم بقى بالإنجليزي. ده ابتديت حلو. إن أنا أقدّم، وكان بيجيني رفض كتير جدًا، لدرجة صحابي في الشركة كانوا مسمينّي رامي unfortunately، عشان خاطر من كتر الرفض اللي بييجي كتير أوي. ما هو والشركة كلّها، صح، مدير الشركة عارف إن أنا باقدّم، مدير الشركة اللي أنا شغال فيها عارف إن أنا باقدّم وعايز أسافر ألمانيا، كل الناس في الteam عارفين إن أنا باقدّم. خلاص. ده أنت وكانت كده بقى الرفض قدّمت كتير أوي، كتير أوي، أنا أوي. قدّمت كتير ده لإن ما في واحد كنتش. بيقدّم مرّتين 3 بييجي له اكتئاب لا، نفسي، لا، يقول لا، لك لأ، يا لا، عم أنا الدنيا لا، كلّها لأ، جاية عليّا أنا جالي رفض وبتاع. كتير. لا، لا، لأ، أنا يعني بييجي لك رفض كتير أوي، لكن في نفس الوقت بتاخد experience. إن أنا مثلًا لمّا كان بييجيني رفض automatic، اللي هو خلاص أنا لسه باعت الCV لسه سخنة، لسه واصلة للwebsite، الrejection وصل قبليها بدقيقة، بدقيقة بالضبط الrejection. طب أكيد ما فيش بني آدم شاف الCV بتاعتي ورفضها، مش للدرجة دي. فبعد كده اكتشفت إن الCV نفسها كنت أنا عاملها بالفوتوشوب. كان واحد صاحبي ربنا يمسيه بالخير عاملها لي فوتوشوب، فكانت طالعة PDF مساحته حوالي 13 ميجا. فكان في ويب سايتس كتير أوي عايزة السي في ما ينفعش إن هي تعدّي exceed 2 ميجا، 3 ميجا. تمام. فأنا عندي السي في HD 4K كمان، مش يعني الموضوع كان صعب جدًا. قُلت بقى أخترع إيه، خدت حطيتها في فوتوشوب تاني وطلّعتها صورة، وحطيت الصورة دي على ملف PDF. فبقى الPDF حلو. تمام مساحته 2 جيجا، 2 ميجا قصدي، ولكن آه. صورة، ولكن صورة. صورة. فقُلت إمم. خلاص كده نزّلتها بقى من 13 ميجا ل2 ميجا وخلاص، هاتقبل بقى والدنيا هتبقى تمام، أو أقدر إن أنا أبعتها. فدي كانت المشكلة ليه، عشان خاطر عرفت إن في شركات كتيرة أوي قبل بقى ChatGPT وقبل الAI ده، في حاجة اسمها automatic filtration. آه. دي مرحلة بتخش بتفلتر الCVs قبل ما تروح أصلًا على الHR. بيقرا الCV، إمم. بيشوف فيها حاجات معيّنة والّا لأ، بيشوف فيها إمم. keywords معيّنة، stack معيّن، عدد سنين معيّن من الخبرة، بيقراه كود. كان bot كده إمم. بسيط. لكن بيخش إمم. على الCV بتاعتي يلاقيها صورة ما بيقراش فيها حاجة أصلًا، مش أصلًا، PDF. وبالتالي unfortunately. بالضبط unfortunately على طول. فدي كانت من ضمن الحاجات يعني اللي كنت باترفض فيها كتير. تمام. لحد ما عرفت المعلومة دي، فعملت الCV PDF بقى عادي خالص، وضفت بقى section للkeywords ومش عارف إيه، واتعلمت إزاي تعمل CV فيها التفاصيل دي، بحيث إن أنت تعدّي الautomatic filtration. بعد كده رُحت بقى وصلت لمرحلة إن أنت تخش في الinterviews، ودي قصة تانية بقى، اللي هو الinterviews. لمّا إمم. ابتديت إن أنا أخش في الinterview، عرفت إن أنا لأ، هم شغالين بنظام مختلف تمامًا عننا. هم بيهتموا بالquantity أو بالquality أحسن بكتير أوي من الquantity. ليه؟ لأن إمم. عندهم عقلية إن أنت لو عملت invest في الوقت والخبرة بتاعة الشخص ده، إن هو يطلّع حاجة الquality بتاعتها كويسة، الmaintenance بتاعتها، الصيانة بتاعة الfeature دي أو الweb site ده أو أي منتج بتعمله هيبقى قليل. أمّا صح. لو أنت عملت حاجة الquality بتاعتها وحشة،
وجيت بعد كده تضيف عليها فيتشرز او تعمل حاجه تضيف عليها حاجات جديده، هتلاقي الوقت اللي انت هتاخده عشان خاطر تنفذ الفيتشر الجديده دي تمام هيبقى ضعف الوقت اللي انت وفرته اصلا. ومش بنفس مش الجوده بنفس كمان. الجوده. انت مش بنفس انت الجوده. بتقعد تصلح. انا حاليا بالظبط. بمر بالكيس دي، مهم. واوصل لك بالعشره في النقطه دي بالتحديد، يعني مكلفه وقت ومكلفه فلوس ومكلفه ريسورسز. بالظبط. ففعلا لو بنهتم بالكواليتي الموضوع هيفرق جدا يعني. بالظبط. فبعد ما ابتديت اعمل انترفيوز كنت برضو بخش مثلا مراحل الانترفيو اللي هي مثلا تخش مرحله الاتش ار طيب ممكن قبل ما عشان نروح لمرحله الانترفيوز، انا هنا ملاحظ تمام. حاجه مهمه جدا يا باشمهندس رامي. انا مم. هنا ملاحظ ان الموضوع كله معتمد عليك. يعني هل ما كانش فيه بالظبط. منتور او في حد انت كده لا 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 بتساله خالص. كده؟ انت داخل السباق لوحدك ويلا يا داخل جدعان لوحدي وتوكلت على بالظبط. الله. بالظبط. اه ده اللي حصل انا فعليا. اتوقع لو في منتور كان هيوفر عليك عمر في النقطه دي. ممكن. ممكن ان انا كنت لو كان في منتورز او ان انا بحثت عن حد ممكن يساعد في الموضوع ده كان ممكن يفرق كتير. هي لكن انا ارزاق خدت والله. الموضوع كده ايه بالظبط انا خدت الموضوع في وشي وكملت الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. محتاج بس هنا نفس طويل جدا وحد عنده عزيمه. اه فعلا كان ربنا بالظبط. يزيدك يا رب ويقويك ان شاء الله الله. يخليك يا كمل رب. اتفضل. فدخلت بقى في مراحل الانترفيو، ابتديت ان انا اخش في الاتش ار انترفيو. وساعات بقى كان يبقى في توتر ان انت لسانك مش متعود او ان انت تتكلم انجليزي، ممكن يكون الكلام مم. كله مترتب في دماغك بالانجليزي بتعرف تقوله سامع صوت دماغك بالانجليزي صح، لكن اه. مطول لسانك تقيل قوي ودنك مش مم. متعوده على صوتك بالانجليزي. مم. وانت في نفس الوقت عايز تجاوب وعايز تبقى كونفident كده في نفسك، حد واثق من نفسه بيجاوب ومش عارف ايه. فالموضوع كان ممكن تيجي انترفيو ابقى تمام في الانترفيو ولكن ما اعديش فيها بسبب ان انت لا الانجليزي بتاعك وحش. طب. فبعد مم. كده ممكن ان انا ابقى كاتب اللي انا هقوله واقراه اه. زي بتاع ده التيلي برومتر ده، ان هو كده بيبقى كلام طالع كده جنب وانا بتكلم معاها وانا شايف اللي انا بقوله. اه. فبحيث ان انا جميل. بعمل اي تريك كده بحيث ان ايه لا اخلي الموضوع يبقى سلس اكتر. انا مره على جامد. مره على مره مره على مره على مره بقيت الموضوع لا بقيت الانترفيو بقيت تبقى فيه ثقه شويه في التعامل. جميل. بقى حتى ان انت تعمل تيست لكل حاجه قبل ما تعمل انترفيو، ممكن حتى اخلي واحد صاحبي مثلا يعمل معايا انترفيو، يخش على كان ساعتها لسه بقى مش شات جي بي تي والكلام ده، كان لسه يخش على جوجل مثلا ويشوف ايه هي مم. اكتر الاسئله بتاعه الباك اند ديفلوبر اللي بتتسال حلو. وياخدها ويسالها لي وانا اتكلم معاه بالانجليزي. نقعد بقى ونضحك ونهزر وهي وشي وات ومش عارف ايه، بس الفكره ان احنا بنعمل انترفيو كلها بالانجليزي عشان اه تتحرك مع صاحبك احسن ما تتحرك مع اتش ار. بالظبط. جميل جدا موضوع السيميوليشن اللي انت بتعمله ده جامد جدا. ايوه عايز ما هو ورزقك هنا ان معاك واحد صاحبك بقى بتحاول ايه بالظبط. يعني بالظبط يعني احنا تتكلم معاه بنعكس مع وتظبط بعض، الدنيا. احنا بنعكس مع بعض، انا بعمل له انترفيو رسمي بنقعد كده مع بعض واساله السؤال ويجاوب هو وانا نفس الكلام اجاوب معاه ومش عارف ايه وكده، بحيث ان احنا ايه نعمل سيميوليت شويه. عشان حاليا في حاجه اسمها موك انترفيو، في سيرفيسز اونلاين اوريدي بتعمل لك موك انترفيو مع حد اتش ار او مع سيرفيس معينه اه. تقدر انت تعمل موك انترفيو موجوده على النت، لكن ما كانش لسه موجوده على الحاجات دي يعني. اه. جميل. بس فبديت بعد كده خلاص هاخد خبره في الاتش ار انترفيو، عديت من الاتش ار دخلت على التكنيكال، لقيت ان موضوع التكنيكال زي ما قلت فيه اختلاف شويه. مم. وكان اهم اختلافات لقيتها ان هم ناس بيهتموا بالكواليتي، التستنج، ان انت تكون فاهم مم. الديفلوبمنت سايكل بتاعتك كلها. مم. بمعنى انت الكود بتاعك احنا عندنا في مصر او يعني اللي كنا فيه ان انت بتخلص الكود بتاعك وهو خد الكود اهو ولعه فيه بقى. ده لا حلو. انت مسؤول عن الكود بتاعك من اول ما يطلع من تحت ايدك تحت صوابعك اه. كده اهو لحد ما ينزل على السيرفر بالمينتننس بتاعه. الصيانه حلو. مم. في شركات ماشيه كده وفي شركات بتقول لك لا انت بعد ما بتخلص طالما مثلا انت عملت حاجه ونزلت على السيستم فهي مسؤوليه التيم كله. بمعنى ان التيم كله مم. لازم يفهم الكود ده نزل ليه اتعمل ليه كل الكلام ده. فانت بتعمل التيكت ولو انت عملت امبلمنتيشن فيه لوجيك يعني ما حدش فاهمه غيرك اعمل كونفرنس بيج اللي هي ويكي بيج بتشرح انت ليه عملت الابروتش ده، بحيث ان انت مشيت انت مش موجود انت في اي عطل عندك انت اي واحد تاني من التيم يقدر ان هو يخش ويبقى فاهم الكود ده بيعمل ايه. تمام. ده جميل الشركات جدا. بتستخدم الابروتش ده عشان خاطر هي ما تبقاش معتمده على الديفلوبر نفسه، لا الديفلوبر ده لو مشي حصل له حاجه لا التيم كله مسؤول عن البروجكت كله، مش كل واحد مسؤول عن مم. بارت. في شركات تانية جميل بتقول لك جدا. لا انت
انت خلصت التاسك دي، فالتاسك دي هي مسؤوليتك لحد ما تنزل على السيستم، وبعد ما تنزل على السيستم في اي ايشو انت اول حد يقدر ان هو يجاوب او يحل الايشو دي. جميل. ففي التكنيكال انترفيوز وصلت لمرحله ان انت واحد سالني مثلا ايه هي السوليد برنسبلز، ما كنتش عارف يعني ايه الsolid سوليد برنسبلز، مش عارف جميل. يعني ايه سوليد زي برنسبلز زي كتير ما بيهتمش فعلًا بالquality، بالظبط. انا وخصوصًا في كنت الPhD زي ما شغال أنت قُلت في الأول، بالظبط سهل جدًا إن أنت تقدر تbuild web site بالPHP بالظبط سهل، البي اتش بي وبالتالي صباح او الفل أنا كنت باعرف أعمل web site. إمم. بالظبط. انت في البي اتش بي مثلا او لغات برمجه كتيره، انت بتتعلم فريم ورك تبتدي تشتغل بس خلاص، ما بتتعلمش كونسبت زي البرنسبل ده هو الدستور بتاع البرمجه، الدستور آه. حرفيا. فسالني طب قول لي ايه السول برنسبلز، وهو بيسال الموضوع كون يعني انا بسالك ايه هو السول برنسبلز، الراجل إمم. اتفاجئ ان انا ما اعرفش يعني ايه سول برنسبل، اتفاجئ لدرجه ان هو يعني الانترفيو بتاخد نص ساعه ولا ساعه، ما كملش معايا 5 دقائق. حلو. لو انت إحنا ازاي ديفلوبر. كده إحنا كده يعني تخطينا مرحلة إن أنت الautomation، بعد كده الHR، بعد كده رُحت الtechnical، ففي 5 دقايق. حلو، جميل بالظبط برضه، تطوّر بالظبط ممتاز. بس الفكره بقى ان انا كنت او اي انترفيو اخش فيها وما اعديهاش، آه. اعرف ايه اللي انا وقعت فيه، الانترفيو اللي بعدها بقى وات ايفر كانت الاسبوع اللي جاي اليوم اللي بعده ابقى فاهم اللي انا ما كنتش يعني ابقى عندي اجابه للسؤال اللي انا ما جاوبتوش السؤال اللي بعد يعني أنت معاك الانترفيو اللي ورقة بعده. وقلم صح؟ بالظبط أنا يعني باواجه مشكلة وكتير أوي في مصر، تقريبًا بيبقى مش عارف، أو هو راجل فاكر نَفْسه ايوه يعني ايوه بتنزل عليه المعلومات من السما والّا حاجة، بيروح ما معاش ورقة بسيطة وقلم يكتب فيها بالظبط هو المفروض محتاج يذاكر إيه. يعني إن بالظبط اللي أكتر واحد بيكسب الinterview هو أنت، أكتر واحد بالظبط. بيكسب. فالانترفيو اللي بعديها، بعد ما سالت على السوليد برنسبلز، دخلت على النت، ايه بقى السوليد برنسبل دي يا جدعان؟ 1 2 3 عرفت ان ده حاجه اسمها دستور البرمجه عموما، مش مالوش علاقه بي اتش آه. بي. ففهمت آه. بقى السوليد برنسبل جدا، بدات ان انا اطبقها في الشغل عندي. تمام. جميل. بدات ان انا اعمل فيها سيشن، يعني زي ما قلت جميل. كتير قوي انا بتعلم لما بعلم حد او لو بشرح حاجه، فانا عايز جميل. اتعلم السوليد برنسبل بشكل كامل، خلاص ممكن اشرحها لحد او ممكن اعملها جميل. كورس، وفي نفس الوقت رحت عامل كورس على اليوتيوب عندي يخص سوليد برنسبل. بعد ما خدت الصدمه ان انا مش عارف يعني ايه سوليد برنسبل، دي حاجه مهمه جدا. الانترفيو إمم. اللي بعديها اتسالت ايه هي السوليد برنسبل، رصيتهم له بقى لسه سخنين في دماغي، خد يا باشا انت عايز تعرف السوليد برنسبل، خد ويكيبيديا قدامك. حلو. تمام. شرحت له كل حاجه فتمام. بعدين مرحله السوليد برنسبل دخلنا في التستنج مثلا. تعرف بي حلو. اتش بي يونت مثلا؟ كنت انا شغال في بي اتش بي، تعرف بي اتش بي يونت؟ إمم. إمم. والله اعرف اسمع عن البي اتش بي يونت. طيب ايه انواع التستنج؟ والله احنا عندنا واحده بتعمل تيست. دي كان الاجابه اللي انا مش عارف هو رد عليا قال لي ايه، بس اعتقد يعني قال كلام مش لذيذ. اللي هو ايه انواع التستنج، بس انا اللي انا فاهم ان هو التستنج ده اللي هو ايه، التستر اللي بتاخد التيكت بتاعتي تتست عليه. انا كباك اند ديفلوبر دي المعلومه اللي عندي صباح بس. الفل، جميل جدًا، جميل. يعني هنستشف من ده في حتة الquality بتاعة الكود، عشان اللي بيسأل بيقول إيه الأسئلة اللي الباشمهندس اتسألها وما كانش عارفها بالظبط برّه، أنت بالظبط بتعرف تعمل إيه. تمام؟ بالظبط. الsolid principles، وبعد كده سولو بنتكلم على برنسبلز الtesting as a التستنج testing. تمام؟ از تيستنج بالظبط. ان انت تمام. تبقى فاهم ليه، لان دي من ضمن اهم حاجات الكواليتي. آه. انت الكود بتاعك لازم تعمل له تيست، لو حصل بج بعد كده، إمم. البيست كيس بتاعتك ان انت تعمل تيست للبج دي، بحيث ان هي لو التيست كيس دي فيلد بعد كده البج مش هتظهر في البرودكشن. بالضبط، هتقدر تحل حاجة زي كده. هتقدر بقى هتتحل قبل ما توصل للبرودكشن. تمام. جميل. فده برضو اتسالت في التستنج. بعد كده طبعا لا التستنج في يونت تيستنج، في انتجريشن تيستنج، في فانكشن، integration شرح لي testing. حاجات كده قلت له والله ما اعرفش end الحاجات to دي. end testing. إمم. بالظبط بالظبط. الانترفيو اللي بعدها بقى قال لي ايه هي السوليد برنسبلز، ايه هي ماشي. التستنج بتاع يا حبيبي انت عارف ملعبي بقى لسه شارح لك. ويكيبيديا موجود. بالظبط. فبعد كده وصلت ان انت بقى وحتى خلاص عدينا التكنيكال كده كان بعد كده بقى قال لك هبعت لك تاسك مثلا معينه تعملها، فبعت لي تاسك. كنت انا شغال لسه لارافيل وسليم. تمام. فكانت سليم هي بالنسبه لي اسرع، إمم. فعملت التاسك بسليم. هو قال لي اعمل باي حلو. فريم ورك بي اتش بي، لان يعني حلو. ايه، مش لازم تكون متعلم حاجه معينه في الفريم ورك معينه، هم اللي كل فريم وركس بي اتش بي او اي فريم ورك عموما في اي لغه برمجه
similar فيه شويه حاجات متشابهه يعني، طالما انت فاهم الكونسبت فخلاص. فقال لي اعملها بالظبط. باي فريم ورك، فعملتها بفريم ورك سلام. ولكن كان الكونسبت بتاعي ان انا ايه، مثلا اي حد فاهم باك اند المفروض ان انت بتعمل سيبريت كده في السولid برنسبل، يعني بتخلي مثلا بتطبق السنجل الكنترولر لوحده. بالظبط، ريسبونسبيلتي. بالظبط السنجل ريسبونسبيلتي. ولكن انا في التاسك دي عملت كل حاجه في الكنترولر. حلو. انا فاكر انا عملت ايه. كل يعني مم. هو مثلا السيرفيس اللي بتبعت، اللي بتسيف في الداتابيز، السيرفيس اللي بتعمل فاليديت، اي حاجه، كل الفانكشن دي بتعمل لوجن مثلا، فكل الفانكشناليتي بتاعت اللوجن، كل اللوجيك موجود في الفانكشن بتاعت الكنترولر. مم. مفيش سيرفيسز، مفيش ريبوزيتوري بره، مفيش حاجات ابستراكت لاير، مفيش الكلام مفيش ده، ديزاين للكود بتاعك. مفيش ديزاين. جميل. تمام. لما بعت الكود واترفض، افضل بقى الشركه اللي اتعاملت معاها حاليا يعني، اللي هي ردوا عليا قالوا لي انت يعني مش هينفع تكمل معانا، ولكن احنا مش هينفع نكمل معاك ليه؟ قالوا لك اه ليه، مش بس خلاص كده انت مش هينفع. فقال لي واحد بقى هو اللي كلمني، قال لي بص، انا كان اي حد ممكن يقدر يعمل اي كود كان اه ساعتها ستاك اوفر فلو بقى. قال لي ممكن اقول لك اعمل اي كود كومبلكس، هتخش على ستاك اوفر فلو تلاقيه، تاخد كوبي بيست، فانت كده عملت الكود. ولكن كان اهم حاجه يبقى عندي الاستراكشر، انت تبقى فاهم الكود، مم. الايزوليشن بتاع الكود بتاعك عامل ازاي، وكل ده انت مش عامله. مم. جميل. تمام. فاداني فيدباك، ده خلاني افهم بقى لا انت الموضوع لازم يبقى مختلف بعد كده، مم. لحد ما وصلت للشركه اللي انا سافرت معاها. يعني حلو. الشركه اللي بس دخلت في اتش ار يعني انترفيو وعديتها. ممكن نقول ان انت مثلا خدت بتاع 30 40، انا اتوقع اكتر من كده يعني، بالظبط، بالحاجات الريجكشن 30 40 بالظبط. 50 يعني، بالريجكشن سي في بالريجكشن وشركه كتير. اكتر من كده كمان عشان توصل للشركه دي. اه بالظبط. بالظبط كده. فوصلت الشركه دي بقى، انا جاي لكم من ايه؟ جاي لكم من خبره قديمه قوي، فانت هتقولي نفس الاسئله اللي انا عارفها في الاتش ار. تمام، هقول لك نفس الكلام وبس. فضلت عديت الاتش حلو. ار، عديت التكنيكال في التاسك الحمد لله، عملتها على افضل، وتستنج بقى ودوكر ومش عارف ايه ظبطت الكلام. بالظبط. تمام. وكان حتى في حاجات هم مش طالبينها انا ضفتها. مم. تمام. زي من مثلا غير انت. الفشل القديم اللي انت فشلت فيه ما كنتش هتعدي بالظبط، من بالظبط، الانترفيو. بالظبط. لان مم. مثلا في من الشركات اللي انا قدمت فيها قال لي ابعت لي الكود، بس اعمله لي في فاجرانت. قلت له معلش ايه فاجرانت ده؟ اه. قال لي ده، قلت له قال لي مش عارف يعني ايه فاجرانت؟ قلت له تمام. فهو كده انت خدت خلاص، انت قبل ما تعمل التاسك انت 1-0 اصلا، يعني انت مش عارف يعني ايه حلو. فاجرانت. تمام. فدخلت بقى ايه فاجرانت ده، لقيت ان في حاجه اسمها فاجرانت ودوكر فيرتشوال ماشين ومش عارف ايه وبود مم. مان اللي لسه نازله من كام يوم، ايه الكلام ده. حلو. في اخر بقى شركه اشتغلت فيها، او اول شركه اشتغلت فيها هنا في المانيا، قال لي ابعت الكود، بعت ريبوزيتوري على الجيت هاب بس. حلو. عملت له بقى ريبوزيتوري بالتستنج بالريد مي فايل بقى كده جميل، بالدوكر انفايرمنت بتاعته، بحيث ان هو بس ايه، يعمل كوماند مم. بسيط، دوكر كومبوز، تلاقي الكود بتاعك شغال وتمام، مفيش اي مشاكل. يعني بعد كده احنا عملت. هنا يا باشمهندس رامي، مم. معلش عشان بس مم. الدنيا توضح للشباب بشكل اكبر. احنا تمام. تخطينا مرحله الكود. بالظبط. تخطينا مرحله الكود دلوقتي، احنا مش في الكود دلوقتي، احنا في الديزاين بتاع الكود، في في الديزاين، التولز اللي بقت التولز اللي بتستخدم بتستخدمها، دلوقتي. الكواليتي، بالظبط تهتم كده. بالكواليتي، مش بس ان انت تعمل، قال لك اعمل تاسك مثلا كراد حلو. اوبريشن تروح عامل كراد اوبريشن وبس، لا انت بتعمل كراد اوبريشن بالاوثنتيكيشن لو عندك وقت، بالتستنج. تمام. جميل جدا. بتضيف الانفايرمنت بتاعتك كلها، الجيت كومنتس بتاعتك عامله ازاي، هل انت كده عملت الكود بتاعك كله عندك اللوكال، بعد كده عامل بوش تروح خد يا عم الحاج للجيت، رفعت الكود كله، ولا عملت كومنت بشكل هيستوري واضح كده. كل الكلام ده جميل. بيبقى ده اللي بيفرق بعد الكود. جميل بس جدا. لحد ما وصلت لاخر طيب. انترفيو مع السي او، وده كان سؤالي حلو. اللي انا سالته بقى. كنت مستني بقى اللي هو حد هيسالني بقى تكنيكال بقى قوي، وفهمت الهيستوري بتاع البي اتش بي، فضلت بقى افهم ايه هي البي اتش بي وابتدت منين، والجاربج سي كوليكتور جي عبرت اي كل والزند، ودخلت بالظبط، سرحت بقى. دخلت جوه البي اتش بي حلو. نفسها. لحد ما هو اتكلمنا في الكود شويه، بعد كده سالني سؤال صدمني جدا، وقال لي لو عندك كيكه ومعاك سكينه وعايز تقطعها 3 مرات بس، ويكون عندك 8 قطع، تعمل ايه؟ بس ده السؤال هنا اللي انا بروبلم سالته. سولفنج. بالظبط، هو بروبلم سولفنج في كيكه وسكينه بس. كيكه وعندك سكينه اقطعها 3 مرات، يبقى عندك 8 قطع بس. فانا بقى مسكت ورقه وقلم واحنا قاعدين، قال لي ما ترسمهاش.
فعلا، فكر لان فيه. انت لو رسمتها مش هتعرف تعملها، بالظبط. ده حقيقي. انا ما خدتش بالنصيحه، ورسمت، فضلت بقى ارسم بقى، وفي دماغي بقى تفاضل وتكامل ومنقله وبرجل، وخلاص عايز اعمل اختراعات. بس بس هو قال لي النصيحه وسكت، ما ترسمهاش وبس. ففضلت كده لحد اه. ما قال لي ايه، طب تمام، رسمتها تمام، دور بقى يعني، عيش بقى، يعني ارسمها يعني 3 مرات بس، اقراها 3 مرات بس، لحد ما مم. هي كيكه، فتحطها مره في النص وخلاص، بس مرتين حلو. بالطول كده هي ومره كده 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 خلصنا. اه. بس خلاص. بس مم. فجاوبت على السؤال الحمد لله وخلاص وبس. بعديها باسبوع جاني الاوفر، وابتديت بقى البروسيس بتاعه السفر بقى نفسها، ان انا كنت فاكر ان هو لما جاني الاوفر اه. هسافر بعديها باسبوع. ده كان وجهه نظري. خلاص اجهز الشنطه بقى وخلاص الاوفر، احجز طياره حلو. واسافر. بس هنستنى هنا، هناخد شويه اسئله تمام. تمام من الاسئله اللي الشباب تمام اوكي. بيسالوها، وبعد كده تمام. نرجع نكمل القصه الشيقه السفر دي. بقى. خلينا السفر اللي كله عاوز هتسافر هنطلع ازاي. طيب، بالظبط. عمر عبد اللطيف، هبتدي من الاخر للاول. هو في كام سؤال، في نهى من الاول خالص، وفي عمر عبد اللطيف بيقول والله هل الخبره كسينيور او جينيور او حتى انتري تتقاس بعدد المشاريع ولا بالمده؟ بقالي قد ايه في عمل المشاريع؟ او خلينا نقول اللي الخبره بتتقاس بايه بشكل عام، لان الموضوع ده برضو يعني مطاط قوي، فممكن تكون الخبره بتتقاس بايه؟ الخبره بتسال بخبرتك انت الشخصيه والمشاريع اللي عملتها. بالخبره عدد الشخصيه السنين، والمشاريع اللي الخبره عملتها. الشخصيه والمشاريع اللي امم. عملتها. عدد السنين ممكن يفرق ساعات، ولكن لو أنت امم. عملت مشاريع كتير وquality وفاهم، يعني عندك امم. background كويسة، فأنت امم. already ممكن تعلّي في الlevel بتاعك من غير ما تكون عندك عدد سنين الخبرة الكبيرة دي. اه. يعني أنا انا مثلًا، في أنا اشتغلت امم. في شركتين، شركة في مصر سِبتها وأنا team leader، امم. شركة هنا في ألمانيا أول شركة اشتغلت فيها رُحت وأنا mid senior، سِبتها وأنا team امم. leader. جميل يعني جدا. آخر شركة في انت مصر كنت أنا، نزلت المفروض بس بالضبط، بيت سينيور هناك باتنين بالضبط تيك ليد، team هنا leader في مصر، يتفصل بالضبط. ثلاثة أربعة لكن كمان. في نفس الوقت لمّا رُحت الشركة اللي في ألمانيا، أول شركة امم. كنت رايح على mid senior، سِبت امم. الشركة وأنا team leader. جميل. جميل كنت أنا جدا. اللي باعمل interview للناس اللي لسه بتقدّم، تمام، وجِبت 2 صحابي في الآخر بس مش افتكرت مشكلة. بقى، جبت اتنين بالضبط. صحابك وهيكون مصريين. حلوين يعني، بس ظبطوا الكلام معاك ولا ايه؟ لا، 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 لأ، قاعدين الحمد لله ومستمرين في مصر هنا وفي ألمانيا وكويسين يعني زي الفل. جميل جدًا. جميل، بس. أهو ده الكلام، أهو ده، يالّا كل واحد لو آه. حد حابب يلنك مع باشمهندس رامي يلنك بقى عشان تسافر ألمانيا. جميل. بالضبط. بعد أنا كده كنت سِبت الشركة حابب آه، أضيف آه. بس في النقطة دي فكرة إمم. المشاريع واختلاف الbusiness. أنا ممكن أكون باعمل بالضبط، نفس المشروع، فتحة خلف بالضبط، بيم، أنا ما بالضبط. اتعرضتش لbusiness كتير والfields كتيرة. يعني أنا ممكن أكون مثلًا شغلي في الback end شغال في حتة الe-commerce بكل ما يشمل الe-commerce، دخلت في اهم. الCRM بكل ما يشمل الCRM، اشتغلت في system خاص بمستشفيات، طبعًا دي industries لوحدها، ده اهم، شغل كبير اهم. جدًا، 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 وعشان تقفّله أنت محتاج بالضبط. فعلًا سنين اهم. كbusiness، تمام؟ فلو أنت اتعرضت للbusinesses المختلفة مع تطوير نفسك كskills بشكل عام، لأن أنت لو اعتمدت بالضبط، بس على بالضبط. الشغل ممكن نعمل كنترولر واحد نقفل فيه الدنيا كلها عادي جدا. بالضبط، ف... بالضبط. فالاثنين تابجريد السكيلز بتاعتك من ناحيه إمم، مهمين الساينس، جدًا. وفي نفس الوقت البيزنس بقى تعرف البيزنس كتير. الbusiness اتفضل. والتنوع الvariety في الbusiness دي أهم برضه من ضمن الfactors القوية جدًا كمان. يعني في ناس جميل. مثلًا أعرفها experience عالية امم. أوي في الwordpress، فأنت كده مش back end developer، لأ، أنت شغال ولا الهوا. بالwordpress. بالضبط. ففي ناس ويوزر يعني مش ديفلوبر، ده ديفلوبر أيوه، الورد أنت بريس السالري بتاعه زي عالي الفل. قوي. بالضبط. بيوجع. طيب، في نهى الجندي بتسال بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هو السن ممكن يكون عائق في اني الاقي شغل باك اند؟ آآ لأ خالص تمامًا يعني، قُلتها كتير يعني، إحنا مش لعيبة كورة، امم. فالسِن مش عائق كبير يعني. معايا ناس في الشركة هنا أو الشركة اللي أنا كنت فيها في ألمانيا أول شركة، ابنه في امم. الجامعة، يعني أول ما رُحت كان حلو. ابنه في الجامعة، بيتكلم عن ابنه في رابعة جامعة. ومعايا حاليًا واحد عنده 56 سَنة، شغال senior front end developer بالreact، اخ، 56 سَنة. 56 سنة، يا ده عنده صبر أيوب ده. مش فاهم إزاي لسه لحد دلوقتي بيكتب كود، بس يعني عنده القابلية، عنده القدرة، خلاص، هو ما بيحب فيش كده. مشكلة خالص. بالضبط. إمم. فالسِن أنا مش شايفه عائق تمامًا يعني.
طيب هنا في سؤال مهم جدًا إن إحنا نجاوب عليه عشان الراجل ما يروحش بعيد، لإن واضح إن هو واخد السباق لوحده، بس إمم، الناحية السلبية، يقول لك هو أنا إمم. اتعلمت back end Laravel وحاسس إن ما فيش حاجة بتتعمل غير APIs بس، هل ده صح والّا إمم. الback end بيعمل حاجة تانية؟ طيب، أولًا الPHP أو الback end عمومًا مش بيعمل APIs بس، من ضمن أهم الحاجات اللي بيعملها الAPIs، تمام، لكن أنت ممكن جميل، تعمل platform كاملة، تمام، ممكن تعمل microservices وتكلم بعضيها سواء بالLaravel بقى، ما باتكلمش عن لغة برمجة أو الframework دي، كback end جميل، عمومًا، تمام، أنت إمم، بتعمل أكتر من حاجة. أكتر حاجات بتعملها هي الAPI لأن أنت عندك front end مستني حاجات services يستخدمها، فبتستخدمها، بتعملها ك ك إمم، كAPI، ولكن الAPIs دي نفسها ممكن هي تبقى services بتكلم بعضيها، تمام، إمم، تبقى platform كاملة، تعمل admin panel خاصة بالAPIs دي نفسها، تمام، proxy servers تتكلم مع الfront end والback end، API gateway مثلًا، حلو، في حاجات كتير أوي جميل، بيعملها الback end مش بس إمم، APIs، لكن ممكن يكون في بالضبط، الrole اللي أنت في يعني في الfield اللي أنت فيه حاليًا بنسبة كبيرة إمم. هيبقى أنت بتعمل back end لfront end already موجود أو بيتعمل يعني، موبايل front end web أي حاجة. والحاجات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي في التراك بتاع الباك اند عموما، انت لو رحت استخدمت أيوه، جافا، استخدمت بايثون، استخدمت بي اتش بي، بالضبط. روبي، الحاجات دي ثابته. يعني أنا تمام. حاليًا شغال بأكتر من لغة برمجة، وأكتر من امم micro service، فشغالين بالPython في يعني micro service شغالة Python بتشتغل فيها Python، في الPHP، في بالجافا، في platform كاملة اسمها Spryker لو الناس ممكن تسمع عنها، حاجة برضه معمولة سبرايتر. معتمدة على Spryker، دي من الشركات سبرايتر. المهمة جدًا هنا، تمام. امم ويعتبر من الإي-كوميرس بلاتفورم الكبيرة جدًا زي الERP مثلًا من SAP اللي موجودة من جافا، الHypers الموجودة من الجافا، اه من SAP حلو، في حاجات تخص الPHP، فمش بس API زي ما قُلت. جميل جدا. يعني البي اتش بي انت ممكن تبيلد بيها يعني هاي ليفل أنت بروجكت، مش حاجه بالضبط، صغننه أنت لو كده زي دخلت ما لا، 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 في لا، ناس لا خالص، لا خالص، بالضبط، امم يعني لو دخلت على Spryker تلاقي حاجة اسمها Spryker OS. Spryker OS ده مش operating system ولكن هو بلاتفورم كاملة للإي-كوميرس، تمام. امم زي الSAP لو الناس عارفة شركة الSAP أكيد ساب يعني الناس ساب عارفاها، طبعا يعني. تمام. ممكن الناس ما عاملة تعرفهاش، بس أنت بتتكلم على شركة بتناطح، مش عاوز أقول بتناطح يعني، بس يعني القيمة السوقية بتاعتها يعني ضخمة أوي زي بالضبط، مايكروسوفت والشركات بالضبط، بالضبط، يعني من الكبيرة. ضمن الشركات الكبيرة اللي يتعدّوا على الصوابع يعني، وده يعتبر آه، التنين الوحيد اللي موجود في ألمانيا بينافس الشركات بتاعة أمريكا الSAP، عاملة system بالضبط، كامل اسمه Hypers، تمام، برضه إمم، أو ERP أكيد كلنا سمعنا عن الERP، تمام، آه، في برضه حاجات معمولة بالPHP، فمش بس APIs لأ، في platforms كاملة قايمة على الPHP. جميل جدًا. طيب أحمد محمد أو أحمد نجيب حبيبي سأل سؤال، هو إحنا المفروض جاوبنا عليه يا أحمد، بس سريعًا يا باشمهندس، يا ريت تمام، تعرّفنا عملت إيه في الinterview، كنت ساعتها كام سنة خبرة واتسألت في إيه؟ في كام نقطة بس وبعد كده أنت ممكن ترجع للفيديو يا أحمد علشان الوقت بس مش أكتر. تمام. أنا كنت حوالي 3 سنين خبرة، تمام. ساعتها، حلو، واتسألت زي ما قُلت في الsolid principles، تمام، حلو. كحاجة خاصة كده اتسألت في الsolid principles، واتسألت في إيه تاني الdesign الtesting، patterns والtesting، الdesign patterns testing. إمم. تمام، والquality الحاجات نفسها يعني الحاجات الغير متغيّرة. بالضبط، دي الحاجات اللي ما اتغيّرتش في أي بعد كده مثلًا يقول لك tasks تعملها، بيسألك مثلًا عن أنواع الdatabase اللي اتعاملت معاها إمم، MySQL NoSQL كل الكلام ده بتتسأل فيه، ولكن في حاجات دي الcommon ما بين كل حاجة اتسألت فيها، في الأول ما كنتش عارفها إمم، بعد كده بقت خلاص الاعتيادي، اسألني عن الsolid عارف إن أنت هتسأل عن الsolid فخُد الإجابة من إمم. الأول يعني. طيب سؤال يوسف طارق بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حضرتك السلام هل عليكم. مجال الback end بالlaravel مستمر فرص عمل في الشركات في مصر حتى في ظل وجود الAI 2030؟ أنا باحاول أقرأ تعالَ بس كده، إحنا لو آه. دوسنا عليه المفروض يظهر هنا، بس برضه يعني إمم. بايظ، بس قشطة. هو الback end مكمّل مع الAI؟ خلّينا أيوه، أيوه، نج أيوه، أيوه، ما زي ما هو. بُص الback end دايمًا يعني عشان بس الناس الfront end ما يزعلوش، هو أصعب من الfront end. إمم، خلّينا متفقين يعني، لإن اللي أنت بتعمله في الback end level الerror بتاعه أصعب، وفي إمم، نفس الوقت تتعامل مع servers تتعامل مع HTTP requests تتعامل مع حاجات كتيرة، تمام، آه، فلو الAI هيبتدي إن هو يخش على المبرمجين، فالback end هيبقى من الحاجات المتأخرة شوية. حاليًا حلو، مثلًا أنا شخصيًا لمّا باجي أعمل front end اللي هو حاجة أنا باتعقد منها أصلًا CSS مثلًا
ما اعرفش اتعامل معاه، باروح على شات جي بي تي اقول له اعمل لي 1 2 3 وبيعمل لي احسن شغل، احسن حاجات. حلو. يعني الناس اللي متابعه معايا كورس السيمفوني هتلاقي ان في الاول خالص لما كنا شغالين من قبل شات جي بي تي كان بيطلع عيني عشان اعمل يو اي واحط الديف دي تسنتر الديف والكلام اللي باكيت ما يعجبوش ده. كل الكلام ده كله بيعمله الشات جي بي تي، بخليه بقى لا بيعمل لي لايرز وبوب اب ومش عارف ايه، كل الكلام ده بيعمله تشات جي بي تي، اتش تي ام ال وسي اس بس اس انت وجافا لازم سكريبت. تبقى عارف الحاجات دي عشان شات جي بي تي يعملها بالظبط. لك. هو يعني بيعمل لو انت ايه؟ مش لكن في عارفها نفس صباح الوقت بعمل الفل مش هيعرف كاستمايز. يعملها. بالظبط. اه يعني بعد كده انا بعمل كاستمايزد، لو هو مش بيديني حاجه كاستمايز شويه، ولكن برضه بعمل اديت شويه. فالاي يعني هو مش اي هيبيلد الحاجه فروم هيخش. سكراتش. بالظبط. الاي اي حتى لو هتدخل على المبرمجين الباك اند بعيد شويه، ممكن جميل. يخش. يعني اللي احنا شايفينه الاي اي عمال ينفجر كل كام سنه، بتحصل طفرات. فلسه يعني هو كده فئه المبرمجين هو اخر ناس هيخش عليها الاي اي، لكن حاليا في ناس اوريدي شغلها بدا يضيع من فئات تانية يعني. والله بص، يعني انا الموضوع ده بختلف فيه بشكل كبير. مش تمام. عشان شيء، بس علشان اساسا فكره الديفلوبمنت وفكره وجود بروجرامر اتعملت علشان ما يبقاش فيه بروجرامرز اصلا. الكلام ده في الخمسينات. انا حتى كنت قرات ايوه. ارتكل طويل كده لاحمد متولي. احمد متولي من الناس يعني الناس الكبيره في مصر في مجال السوفت وير بشكل عام. تمام. فكان اتكلم عن النقطه دي بشكل في 3 بوستس او 2 بوستس كده عن وكان ورا الموضوع ده يعني كانوا مخلين بنات هم اللي يبرمجوا او يحاولوا يلغوا قصه المبرمجين ان هم يبقوا موجودين اصلا. فمع يعني اختفاء صناعه معينه، او ان الاي اي او البرمجه او الكود يدخل، بتلاقي حاجات تانية تفرعت وبرضه محتاجه البني بالظبط. ادم. يعني بالظبط. احنا هو حاولنا الاي اي بالظبط. الاي اي هيعمل تدوير للوظائف زي ما احنا بنعمل. يعني يعني من حاولت 15 20 سنه ما كانش في حاجه اسمها اندرويد ديفلوبر، اي او اس ديفلوبر، ما كانش حد يعرف ايه الحاجات دي. دلوقتي في. بالظبط. من 10 سنين ما كانش في حاجه اسمها فرونت اند ديفلوبر، كان في ويب ديزاينر. دلوقتي ما ده فيش حد حقيقي. شغال ويب ديزاينر بس، ما فيش حد بيديزاين اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت بس، ده حاجه اسمها فرونت اند ديفلوبر. تمام. اه فهو هيعمل تدوير. ممكن بعد كده تلاقي فيه وظائف اللي اوريدي بدات تظهر ان انت تعمل كاستمايزد جي بي تي. في حاجه اسمها جي بي تي بيلدر حاليا ظهرت من اوبن اي اي. في حاجه اه اسمها كوبايلوت بيلدر هتظهر من مايكروسوفت خلال الفتره اللي جايه دي، ان انت تعمل كاستمايزد كوبايلوت خاص بشركتك، خاص بالكاستمر سيرفيس. فلو هتشيل وظائف هتضيف وظائف ثانيه، هي بتعمل عمليه تدوير مش اكتر، لكن هي ممكن تاثر. اكيد هتاثر. كده اصل الموضوع ده بيخبط في الرزق، ومحدش يعني يملك ده غير ربنا بالظبط. سبحانه وتعالى. بالظبط. زمان كانوا بيقولوا والله احنا هنلغي على البني ادم ان احنا نستخدم الالات. استخدمنا الاله، آه، الموضوع عمل زي البيج بانج، انفجار كبير جدا، وبقى البني ادمين اكتر كتير، والنهم على الاستهلاك بقى اكبر بكتير يعني. بالظبط. طيب سؤال مهم جدا من اسلام: ايه هي اساسيات الفرونت اند اللي المفروض تبقى عندي كباك اند؟ ده اسلام بيسال السؤال ده. آه، اساسيات الفرونت اند لو انت كباك اند تبقى انت عارف ايه، عارف السوكيتس اللي تربطك بالفرونت اند. بمعنى مثلا انت لو عملت اي بي اي، الاي بي اي ده هيتعمل له كونسيوم في الفرونت اند، هيتعمل له كونسيوم باستخدام الاجكس مثلا. مثال بسيط أهو. لو انت مش عارف الاجكس بيشتغل ازاي، الفرونت اند مش هيعرف ان هو يكول الاي بي اي ده. ليه؟ عشان خاطر الاجكس مثلا حاجه اسمها لازم تبعت له ان الهيدر بتاع هيدر معين كده في الباك اند لازم يتبعت لو الفرونت اند هيكول من الاجكس. ليه؟ بالظبط. عشان خاطر الاجكس ما ينفعش ان هو يكلم سيرفر تاني الا لو الهيدر بيسمح له بده او الباك اند بيسمح له بده. فمثلا ده مثال بسيط. فانت كباك اند لازم تبقى عارف السوكيتس اللي ما بينك وما بين الفرونت اند. بمعنى هتبعت له جيسون داتا تبعتها ازاي. تمام. فانت تبقى فاهم اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت. ماشي، تبقى فاهم الفانكشناليتي شغاله ازاي، السوكيتس ما بينك وبين الفرونت اند. تمام. دي اهم حاجه تبقى انت عارفها. وفي نفس الوقت انت كباك اند لو انت مثلا شغال في مصر بنسبه كبيره برضه هتخبط في اليو اي. انت مثلا شغال بي اتش بي، لارافيل مثلا، سيمفوني، باي فريم ورك، بنسبه كبيره هتلاقي نفسك بتخبط في حاجات تخص الادمن بانل مثلا يورا. معموله كلها بلارافيل. بالظبط. هتلاقي نفسك شغال بحاجات تخص البليد، حاجات تخص التويج. تمام. فانت توج او الاتش تي ام ال سي اس اكتر. اس وجافا سكريبت اوريدي لازم تكون عندك خلفيه عنهم بيتعاملوا ازاي، بتعرف بالظبط. تقراهم وتتعامل معاهم وعلى الاقل تفكس فيهم بس. انا شايف ان الموضوع ده اساسيات ويب بشكل عام. يعني اي حد بالظبط. هيخش في الاندستري في الويب بشكل عام
لازم يعرف بالضبط. HTML ولازم يعرف CSS ولازم يعرف JavaScript ويشوف الحاجات فعلًا زي ما حضرتك بتتكلم إمم. الsockets أو الحاجات المفتوحة بينك وبين الراجل بتاع الfront end واللي هي أساسًا هي layer تحت شوية أصلًا، هي layer مختصة بالnetwork أو الprotocols أو طريقة بالضبط. التواصل، فلازم تبقى عارفها اهم. يعني. بالضبط. دي تمام. يعتبر إعدادي الweb development لو عايز تخش بقى بالضبط كده. تخصص بعدين. اسلام مصطفى جزاكم الله خيرا وكل عام وحضراتكم بخير، كل عام وانتم طيب يا اسلام، ربنا يجزيك كل خير. ليا استفسارات بخصوص الشغل ريموتلي في المانيا او اوروبا عموما، هل في مهارات او خبرات معينه المفروض تكون عندي علشان تعلي فرصتي في شغل ريموتلي؟ ايه النصائح اللي اخدها بعين الاعتبار عشان ازود فرصي في اني الاقي شغل ريموتلي؟ هل في موقع توظيف معينه خاصه بالريموت حضرتك بتنصح بيها؟ ممكن انت بسم الله ما شاء الله ده انت يعني ماسوره اسئله مطلوبه في اوروبا ولا الطلب عليها قليل؟ وشكرا جدا. PHP الوظائف فيها. واخر سؤال مش عارف بقى هو هو آخر ده سؤال آخر سؤال ضرب إزاي الPHP بس قشطة. وظايف فيها. جميل تمام. جدًا. أول حاجة الشغل remotely. الشغل remotely في مصر بقى attractive جدًا للشركات إمم. في أوروبا أو برّه. ليه؟ عشان إمم. الوضع في مصر زي ما إحنا عارفين يعني السعر بتاع الجنيه بقى في الأرض. تمام. آه. فده مصيبة أو يعني حاجة وحشة بالنسبة لمصر، لكن حاجة كويسة جدًا بالنسبة للشركات برّه وبالذات في أكيد. أكيد. أوروبا. تمام. ليه؟ لأن مصر attractive قريبة، الtime zone بتاعها قريب، الman power يعني الpopulation بتاعنا كتير أوي، فعندك ناس كتير جدًا، فبقت آه. attractive جدًا يعني طبعًا لسه أقل من الهند، ولكن لأ، بقت في يعني منافسة ما بيننا وما بين الهند. إن أنت تلاقي شغل remotely أولًا لأ، يعني الفرق ما بينك وبين حد هيشتغل هنا مش ما يكونش في فرق كبير. أنت كده هتشتغل في شركة، هتشتغل remotely، بس الفكرة العقد بتاعك هيكون freelancer. يعني الشركات هنا في ألمانيا والشركات في أوروبا عمومًا بالذات في ألمانيا ما ينفعش تدّي العقد، ما ينفعش تدّيك وأنت remotely عقد كامل، عقد permanent كده normal. تمام. لإن هتدفع عليك ضرايب وأنت مش موجود هنا في ألمانيا. وlegally ما ينفعش إن أنت توظّف حد برّه ألمانيا وهو مش موجود على الأراضي الألمانية أو في الاتحاد الأوروبي. فالعقد بتاعك هيبقى freelancer. تمام. إمم. جميل. بالنسبة للskills هي زي ما قُلت. يعني أنت ما بتدوّرش على حاجة remotely أو يعني مش هتبقى أقل في الskills، لأ، هي هتبقى أقل في الsalary. ما فيش حاجة مختلفة. لكن كده أنت هتبقى حد من ضمن الteam بتاع الشركة active، تشتغل مع شركة already international، يعني في ناس internal، في ناس external، في ناس شغّالة remotely، في ناس حتى في ألمانيا وشغّالين remotely في ألمانيا. تمام. جميل. فالskills هي ما فيش اختلافات كتيرة. بالنسبة للPHP لأ، الPHP already موجودة زي ما هي، ما فيش أي يعني الوظايف كتيرة في الPHP. خُش على LinkedIn اكتب PHP developer في ألمانيا هتلاقي كتير جدًا، إمم. بتنويعة بقى اللي هو مثلًا ممكن تلاقي Laravel، هتلاقي Symfony تعتبر أشهر شوية من Laravel في أوروبا بالذات، و آه. وframeworks تانية زي Zend، زي Lemon، زي يعني في كذا PHP developers هنا، وفي شركات كتيرة أوي شغّالة كe-commerce بالذات شغّالين بPHP، سواء كان Spryker أو بانيين هم الplatform بتاعتهم معتمدين على frameworks بتاعة الPHP. إمم. بس جميل. كده باختصار. إمم. زي الفل. في سؤال أنا هاجاوب عليه سريعًا تمام، إمم. وهيكون له live لوحده. السؤال بيقول: هو ليه ما فيش أي كلام على الDotNet؟ أقول لك يا صاحبي قدامك واحد الاتنين تقريبًا يعني الخلفية بتاعتهم PHP، بس باشمهندس رامي ممكن يكون احتك بالDotNet شوية آه. لكن إن شاء الله هيكون في live مخصوص بعون الله سبحانه وتعالى على القناة على الصفحة عندنا عن الDotNet، وهيكون معاه حد له إن شاء الله ليه خبرة كبيرة برضه في مجال الback end تمام. .NET إن شاء الله بإذن الله، أوعدك بكده إن شاء تمام الملك بإذن سبحانه الله. وتعالى. طيب في أسئلة تانية كتير صراحة، بس أنا مش هاخد أسئلة دلوقتي، إحنا عاوزين نخلّص الجزئية بتاعة السفر آه. الأول، وبعد كده نحاول ناخد مجموعة من الأسئلة عشان برضه الlive ما يطوّلش والناس ما تزهقش إن شاء الله. فاتفضل يا تمام. باشمهندس. طيب زي ما قُلت بعد كده بعد ما جاني العمل الحمد لله، وابتديت إن أنا بقى أخُش في الprocess بتاعة السفر نفسها، لقيت إن الموضوع لأ، ممكن ياخد له شهرين، 3 شهور minimum عشان خاطر تسافر. ونعم بالله سبحانه وتعالى. فأنا كنت فاكر بقى اللي هو مصر. إيه، خلاص اتقبلت هيجيني العقد أسبوع وأسافر. لأ، اتصدمت بالبيروقراطية في مصر وفي ألمانيا، لإن في ألمانيا عندهم مدام عفاف برضه، بس عندها مدام هيلجا مثلًا، مدام مش عارف إيه، نفس الوضع بس أصعب كمان، أصعب. يعني عندهم بيروقراطية رهيبة جدًا يعني. جميل. ف حلو، يعني ابتديت مش أخش لوحدنا الprocess. يعني. لا، مش لأ. لوحدنا. طب كويس. ابتديت أخش الprocess، وكان ساعتها لازم تعمل verify للشهادة بتاعتك. تمام. آه. تعمل توثيق للشهادة، تعمل
تجيب ما يعادل ان الشهاده بتاعتك معترف بيها في المانيا، شهاده التخرج بتاعتك، تجيب جميل. السي في بقى وتجيب العقد العمل. كنت خايف من اه. الموضوع ان انا مفيش الماني خالص. مم. فالمهم بقى يعني باختصار شديد رحت للسفاره وانا مش معايا الماني خالص. فلما دخلت وكان في ناس بقى بتعمل انترفيوز مع الريبريزنتيف بتوع السفاره، كان منهم دكاتره، والدكاتره الالماني بتاعهم لازم يكون زي العربي، يعني دول دكاتره، يعني ما اه، ينفعش ان هو يكون الالماني بتاعه وحش. بالظبط، لانه يتعامل فلقيته مع مثلا جمهور. مم. بالظبط ما فيش فيها مجال للخطا، يعني مش هقول لك معدتي وجعاني تبص في عيني، لا، حاجه ما ينفعش. ف كنت انا قاعد ومستني بقى ان انا اخش على الانترفيو، فلقيت بقى اللي قدامي كان دكتور، فالريبريزنتر من المانيا بتكلمه شويه عربي شويه انجليزي شويه الماني، اللي هو ايه بتختبره في كل اللغات اللي موجوده يعني، ووريني الورق بتاعك، ورينا المراسلات مع المستشفى، موافقه المستشفى، حاجات كتيره جدا. مم. فانا كنت مستني بقى ان انا اخش، خلاص كده انا هترفض يعني طالما انا مش عارف كلمتين الماني على بعض. فدخلت لقيت ان انت معاك عقد عمل، شهادتك معترف بيها، ورينا السي في بتاعتك، تعرف الماني لا، طب خلاص تعالى استلم الفيزا بعد اسبوع. بس مم. الانترفيو في يعني السفاره في ما خدش. وظائف ووظائف. بالنسبه للمبرمجين الموضوع سهل مم. جدا، انا لحد دلوقتي بقى لي 5 سنين في المانيا وما اعرفش الماني. مم. دي مشكله عندنا، لكن انت كحد تيجي المانيا تشتغل وتاخد اقامه وتاخد بلو كارد ومش عارف ايه، مش محتاج الماني. والقوانين حاليا حتى الريكوجنيشن ما بقاش موجود يعني، ولسه من كام يوم منزلين القانون بتاع الشانسا كارتا اللي هو مم. زي الهجره كده، موجود برضه في المانيا، لسه ظاهر من كام يوم. جميل. بس طيب، ابتديت اشتغل. ونزلت تشتغل، كلمنا بقى خلاص السفر وانك رحت هناك تتأقلم مع الانفايرمنت بشكل عام هناك. وايه الحاجات بقى بالضبط. اللي انت، حاجات تكنولوجيز اللي انت، خلينا ناخد الحته التكنيكال برضو، اهم. عشان في ناس بتسال طب انا هعمل ايه، وايه التولز اللي المفروض اتعلمها بقى، انا راجل جونيور ولا راجل فريش وبتاع، وعاوز اعرف تمام. التولز اللي المفروض، لان انا مش عارف ايه اللي انا مش عارفه، يعني انا جاهل اصلا اهم. بحاجات كتير. بالضبط. فايه بالضبط. ايه الحاجات بقى اللي انت احتكيت بيها بشكل عام، خصوصا في البي اتش بي، وخصوصا لو حد لارافيل او سيمفوني وات ايفر، يعني اللي هي اهم. التولز اهم. اللي بره اللغه بشكل عام. تمام. كprocess كلها على بعض كده، أنت أول ما أنا دخلت الشركة وابتديت إن أنا أتعامل بقى مع الtickets، وإن أنت في نظام الagile اللي المفروض كلنا عارفينه يعني، بيبقى عندك امم. الticket دي أنت بتعمل فيها حاجة اسمها refinement، بتفهم تفاصيل الticket دي، بتبتدي إن أنت حلو. تشوف الapproach اللي هتمشي بيه. بعد ما تخلص الكود بتعمل pull request، تمام، أو merge request لو أنت شغال على GitLab مثلًا. الpull امم. request ده في developer تاني بيعمل review، ده أنا ما كنتش عارف إن في حاجة اسمها reviewing process أصلًا. حلو. جميل. كنت هناك في مصر بالِم الكود كده في شنطة وابعته على الproduction، على وكنت البرودكشن على طول يا ريس. على الproduction. لأ، كنت فاكر إن أنا عملت إبداع، إن أنا كنت باعمل script باخلّيها كده من عندي من الlocal، تعمل push على الGit وتخش على السيرفر تعمل pull من الGit ويبقى كده الكود على الproduction، مش جيت محتاج هاب أعمل اكشنز يعني. بالضبط اه. GitHub action. اه. تمام، اه. كان هو بياخد الكود من الlocal يلمّه ويروح هاتفه على الproduction وlive خلاص في ثواني. كنت فاكر بقى إن أنا كده عملت إبداع جدًا وهابهرهم في ألمانيا، وطلع إن ده إيه، جريمة يُعاقب عليها القانون الدولي يعني. ليه؟ لأن في process كبيرة، في testing، في review، في pipelines بتمشي، كل ده بيمشي قبل ما تروح على الproduction. فاللي أنا جميل. اكتشفته إن في developer هييجي يعمل لي review للكود بتاعي، فكنت حلو. فاكر الreview ده aggressive شوية بصراحة، هو لمّا يقول لي مثلًا مم. لأ الapproach ده ممكن نعدّل فيه، أنا فاكر إن هو أنت بتهينني، الكود أنا اللي عامله. ما لحد ما تعدلش فهمت عليا. بالضبط، ده كان concept، أو يعني ده اللي أنا كنت فاهمها كده، إن أنت بتعمل review، أنت مم. بتقيّمني أنا، مش بتقيّم مم. الكود نفسه. حلو. ودي كان لازم أفهمها في الآخر لمّا اتكلمت بقى معاهم، لأ الموضوع لأ، مش ما لناش دعوة بيك أنت، إحنا عايزين مم. نشوف إيه أفضل طريقة يتعمل بيها الكود ده، فأنا باقول لك رأيي، وعايز تاخد بيه تمام، مش عايز تاخد بيه أنت حُر. حلو. تمام، بس فلقيت إن في حاجة اسمها PHP standards، PHP FID، إزاي البي تسمي اس ار الclass بشكل عام. الvariable، بالضبط مم. الPSR كلها. كل اه. الكلام ده إن أنت مثلًا في line زيادة الvariable ده اسمه غلط، فده يدّيك مم. review commit، ما ينفعش، يعني ده edit، ده change request، يعني حلو. بيهتموا بالحاجات دي. بعد كده بتخش على مرحلة الpipeline، إن مثلًا الtesting كلها تشتغل عشان خاطر الكود بتاعك ده يبقى تمام. الكود بتاعك لازم جميل. يكون فيه test case، مش لازم يكون 100%، لأن أنا كنت فاهم إن أنت أي كود لازم تعمل له test،
ولكن مش كل الشركات بتعمل كده، وبنسبة كبيرة ما فيش شركات بتعمل 100% تيست coverage، ولكن حاجة اسمها نص الهابي العمى ولا فلو. العمى كله برضه. بالظبط، الهابي فلو ده اللي هو الكريتيكال بارتس. انت لو هتلعب في البيزنس لوجيك الكور اعمل تيست. حاجات حلو. جانبيه بسيطه مش شرط التيست بس. فدي جميل. كانت البروسيس التستنج. لقيت ان في حاجه اسمها ترافيس سي اي، حاجه اسمها بيب اه. لاينز، اصلا اكشنز بتتم في يعني سيرفرز غير البرودكشن تيستنج انفايرمنت، كيو اي انفايرمنت. تيستنج تمام، ستيجنج. بالظبط. في بدل ما كنت انا مثلا في مصر بدور في اللوجز عن طريق لوج كده، فايل تكست فايل، وافضل اغوص فيه، لا، في حاجه اه. اسمها elastic search، في حاجه اسمها كيبانا، في حاجه اسمها جرفانا، في حاجه اسمها نيوراليك. كل دي امم. تولز انا لقيتهم لا بيستخدموها، واسهل بكتير جدا. انا ممكن اسال كيبانا كاني بسال جوجل، اقول له اه. مثلا اديني اللوج بتاع فلان الفلاني. ولكن لما كنت في مصر مثلا وفي بج حصلت عايز اعمل لها تشيك ايه اللي حصل، بخش على امم. المونولوج اللي هو اللي كنا بنستخدمه، لا، تكست فايل وعيش يا باشا ابحث بقى. او امم. لو ادفانسد شويه بتخلي اللوجز في داتا بيز وتعمل عليها كويري بشكل معقد جدا. في فبقيت تولز لا، دلوقتي مع لارافيل كتيره بقى، زي بالظبط سنتري زي بالظبط، تمام. يعني لكن في خلينا تولز نقول ان مثلا التولز المرتبطه باللوجز والتولز المرتبطه بالكونكشن بتاعك. يعني خلينا نقول ان الكود بتاعك بيبقى فيه زي ماسوره كده، عشان نبقى بايب لاين، مع بالظبط مع الريبو بتاعتك مع السيرفر بتاعك. فانت بالظبط كل اللي في المرحله دي انت محتاج ايه تغطيه بشكل عام، لو انت عاوز تغطيه بالظبط وتعلى في الليفل بتاعك للسينيورتي ليفل. يعني الباشمهندس ما بيكلمكش هنا بالظبط حتى على الجينيور، على ليفل جينيور، لا احنا بنعلى بالظبط. شويه عن الجينيور. انت مش شرط جميل. تكون فاهم الدنيا دي كلها ماشيه ازاي بالتفصيل، ولكن مم. مثلا لو انت عملت معايا في الشركه مثلا وعملت بول ريكوست ده، قلت لك لا مم. الترافيس وقع، في مشكله عندك في الكود، تقدر تخش على ترافيس وتعرف ايه المشكله. مش تقول لي ايه هو ترافيس ده مثلا. يعني لو قلت لك بالظبط. البيلد في جينكنز وقع، او البيلد في جينكنز مش شغال، البروسيس دي مش شغاله في جينكنز، تقدر تخش وتعرف ايه المشكله، مش هقول لك وحلها، لان المشكله في الاخر مم. جايه من الكود بتاعك، فتقدر انت تحلها لوكالي، لكن تعرف مم. تخش تعرف تنافيجيت كده الدنيا ماشيه ازاي في جميل التولز جدا. الكتيره دي كلها. تمام. كل دي تولز بقى مرتبطه بالباك اند، فربنا يعينك ويقويك ان شاء الله. بس عاوزين نشتغل الاول وبعد كده شوف بس التولز اللي انت عاوز تشوفها. طب في حد بيسال بيقول يعني خلينا قبل ما ناخد الاسئله برضو خلينا نكمل كده. خلاص انت بقيت في الانفايرمنت وبقى معاك تيم، وعرفت ان الموضوع دلوقتي فيه بروسيس وفي حاجه اسمها الاجيلتي. دي ميثودولوجي يا شباب في اداره السوفت وير، مش شرط مش بس السوفت وير على فكره، بشكل عام يعني، بس بالظبط. ميثودولوجي بندير بيها المشاريع. ممكن تروح مم. تقرا عنها وتعرف الموضوع بسيط وممتع جدا جدا. ولو انت عاوز حاجه برضو تشرحها بشكل لذيذ، هتلاقي في لايف معمول مع احمد الامام ومعاذ المصري بيتكلم فيه عن الاجيلتي. بصراحه من امتع اللايفز اللي انا شفتها بشكل عام. ومعاذ المصري متخصص في النقطه دي، جزئيه البروجكت مانجمنت بشكل عام، واستثمر في اكتر من شركه، واللايف ممتع جدا تعرف اكتر عن الاجيلتي. تمام. وده بشكل عام يعني، عشان من لو احنا ذكرنا كلمات او ذكرنا حاجات ممكن انت هم بيتكلموا في ايه ولا بيقولوا ايه. يعني خد الكلام زي مم. الانترفيو كده مع الباشمهندس، خد الكلام وسجله الحاجه اللي انت مش عارفها سيرش عليها. تمام. بالظبط طيب بالظبط آه، اتعاملت ازاي في التيم، خصوصا ان انت بسم الله الرحمن الرحيم اهو احنا اتعلمنا شويه انجليزي، بس ده محك بالظبط. حقيقي، ده اختبار حقيقي. اتعاملت معاه اه ازاي؟ وكلمنا عن آه، الفشل الكتير مش النجاح. مش انا نجحت ازاي، بالظبط. انا عاوزين نعرف الاخفاقات يعني. اول حاجه ان انا لما سافرت، تمام، كنت فاهم اولا الانجليزي بتاعي كان برضه لسه مش كويس خالص. كنت عندي مشكله، ما كنتش بخاف احضر الميتينجز، ان انا اتكلم مثلا، او يجيني دور ان انا اتكلم، ان أنا مثلا عندك حاجه هتعملها فانت عايز تتكلم عليها، تمام. اه. ده بيأخر شويه الموضوع، ان انت مثلا عندك تيكت، التيكت دي انت مش فاهمها بالظبط بس مش عارف تسأل، وخايف تسأل الانجليزي بتاعك يطلع وحش ما تعرفش تقول فتسكت فتلبس في الاخر مش عارف تعمل التيكت. سؤال معلش، هي ايه التيكت؟ عشان في ناس ممكن ما تعرفش ايه التيكت التيكت؟ اه في ايه التيكت؟ الاجايل في الاجايل دي التيكت عباره عن تاسك، سبيسيفيك تاسك ايوه. انت بتعملها، او حلو. ستوري، يوزر ستوري. يعني انت مثلا بتعمل لوجن بيج خاصه باليوزر، فرونت اند بيعمل الفرونت اند بتاع صفحه اللوجن، يوزر اه. نيم وباسورد، دي تيكت حلو. للفرونت اند. تيكت امم. تانية للباك اند، ان هو يعمل بقى اللوجيك اللي اليوزر نيم الفرونت اند ده بيكلمه،
عشان يعمل إمم. اوثنتيكيت لليوزر. حلو تمام. أوي، فانت جميل. تخش على إمم. اجايل، خش على جايرا، خش على تريلو تقريبا فري برضه. تريلو وجيرا وكليك اب بالظبط وفي كتير كل دلوقتي. الكلام ده بالظبط. دي لو انت عايز تفهم يعني ايه تيكتنج سيستم عموما يعني. بس جميل. فمثلا الانجليزي كان عامل مشاكل كتير، ان انا كنت بخاف اتكلم، بخاف اسال. لكن بعد كده لقيت لا، اولا كنت برضه خايف من النطق واللهجه المصريه، يعني ان انت تنطق بقى الكلمه دي غلط، فاكر مثلا هاي تنطق جوب بدل جيب والهب ده. لقيت لا، انا اتعاملت مع ناس من الهند وناس من الارجنتين وناس من البرازيل وناس من المانيا هنا وناس من اسبانيا. كان التيم انترناشونال بشكل كبير. حلو. يعني التيم الديفلوبمنت ما كانش في حد الماني، ما إمم. كانش في حد الماني، كلهم من أصلًا. دول مختلفه اصلا، وكلهم بيتكلموا لهجات مختلفه. بس الفكره ان انت بتفهم وبتفهم إمم. بس. انت بتفهم اللي انا جميل. بقوله وكلامك بيفهم، احنا بنفهمه بس. لكن بقى اللكنه ومش عارف ايه ده كلام المصريين بس، يعني في مصر بس، اللي هو بيتريق على انت بتقول شير بدل تشير. لا اللي هم يعني من الآخر اللي هو ناقص شوية. يعني بالظبط، يعني انت ناقص. ما بتستفدش كتير من الموضوع ده. فده اللي خلاني اعدي المرحله دي، لا اتكلم براحتك، إمم. اغلط. هم إمم. متقبلين ده، لان هم اوريدي في ناس منهم الانجليزي بتاع الانجليزي مش برضه نيتف، مش بالنسبه لهم نيتف مثلا زي البرازيل مثلا، مش نيتف إمم. الانجليزي بالنسبه لهم. فبرضه ممكن يغلط، ممكن يقول كلام مش مفهوم فيعيده تاني. بس مره على مره لقيت الموضوع لا، بقيت ان انا اتكلم، بقيت حتى اعمل سيشنز زي ما كنت بعمل في مصر. ان انا مثلا في مصر اتعلمت الدوكر، فتعالوا يا جدعان في التيم يلا هنعمل سيشن عن الدوكر. حلو. ده في مصر. فدلوقتي آه. هنا برضه بقيت اعملها، يلا هنعمل يعني عايزين نستخدم جينكنز، طب خلاص نقول لكم ايه هو بقى الجينكنز، حلو. فاعمل سيشن بالانجليزي عن الجينكنز. يعني بحيث الإنسان ان انا بيعيش في وهمه يا باشمهندس، صح؟ بالظبط لما لقيت بتبقى الموضوع عايش لا في وهمك عن فيه، حاجة معينة. بالظبط لقيت الموضوع فيه لا قابليه ان الناس كلها كده عادي جدا. اللكنه مش إمم. شرط، مش لازم تبقى انجليزي بيرفكت، احنا مش بنمتحن. لا، طالما انت بتفهم الناس وبتفهمهم خلاص بس. خلص. والتعامل مع تتعامل مع التيم بقى ان الوضع انت بشكل خلاص. عام. بالظبط التعامل مع التيم، اهم معلومه خدتها ان مهما كان انت ضيعت وقت في التيكت. في مصر كنا قلنا في بريشر عليك، خلص بسرعه يلا بسرعه خلص. لقيت المدير بتاعنا لما انا خدت وقت مره في تيكت، تمام، وجيت بقى ان انا بعمل فيه ميتنج بيبقى مع المدير بتاعك كل شهر تقريبا. هو كده انت حلو. ايه المشاكل، ايه رايك، مش عارف. بره الشغل نفسه بيبقى فيه ميتنج كده ايه اوفيشال شويه. تمام. حلو. فاتكلمنا شويه على التيكت دي، اللي هو تيكت خدت مني سبرنت كامل، ما مش عارف اخلصها. أسبوع أو فقال لي أسبوعين؟ المعلومه آه. بالظبط اسبوعين. تمام، لا او إمم. سبرنت كان اسبوعين. إمم. فقلت له على التيكت مش عارف ايه، ان انا يعني حاسس ان ايه دي حاجه وحشه. فقال لي بص، الوقت اللي انت بتاخده بتتعلم حاجه انت ما كنتش متعلمها، دي احنا بنعتبرها انفست فيك. فدي كانت صدمه من اختلاف لو كنت نفس الميتنج ده عملته في مصر، انت ازاي ما تخلصش في 3 ايام، كنت بتعمل برّه. ايه؟ بالظبط. لكن هو قال لي طالما انت حاجه جديده عليك إمم. ولسه بتتعلمها، فاحنا كده عملنا انفست فيك، انت كده اكتسبت خبره احنا بنستفيد بيها زي ما انت بتستفيد بيها. بالضبط. فده غير وجهه نظري تماما، يعني ان انت كده طبعًا تهتم الموضوع بقى برضه بيختلف عشان الbusiness الراجل بيبقى واخد المشروع هنا في مصر بX، فلو أنت أخرت أسبوع صباح الفل هو مش عارف يدّيك المرتب بالظبط بتاعك يعني. إنما هو بالظبط. هناك أكيد cover حاجة زي كده وعامل حساب مهم. شيء زي كده يعني. طيب، هل في حاجة تانية أنت حابب تتكلم عليها بالنسبة للراجل اللي بيسأل إيه الtools؟ عشان أنا عارفه كسول، يعني أنا باقول لك أنت اه كسول يعني، مش عاوز أشهّر بيك أكتر من كده. آآ الtools إحنا اتكلمنا فيها وقُلناها في الlive، سجّلها يا أحمد واحدة، واحدة، يعني بابعت لك السلام مخصوص وروح ابحث عنها، تمام؟ هو بس لو يعني في كومنت سريع قوي عندي على اليوتيوب هتلاقي في فيديو كامل يخص التولز بتاعت البي اتش بي او الباك اند أنت اللي انا هتتصدم. اتعاملت معاها كلها. هتتصدم، هتتصدم لان هو آه. لايف كبير قوي، في تولز كتيره آه. جدا بقى تخص كل حاجه. فالله يعينك، جميل. بس الفكره كلها عندك حاجه ريكورد كده موجود يعني. ده حقيقي، ده حقيقي فعلًا. أنا إمم. نسيت الفيديو ده، فيديو كبير ودسم جدًا، جدًا، فممكن تروح آه تتفرّج على بالضبط. الفيديو، وبعد 4 سنين ابقى تعالَ قُل إن أنت خلّصت الtools دي واتعاملت معاها إن شاء الله. بالضبط. طيب، في حاجة تانية حابب إن أنت تتكلم عليها من ناحية السفر؟ لإن في سؤال برضه مرتبط بالسفر إحنا ممكن ناخده، لإن هو مرتبط بالنقطة دي. اهم. الحاجات الnon technical، إحنا هنا بنتكلم والinterview ومش عارف إيه بالضبط، والHR. في بالضبط. واحد سأل سؤال جميل جدًا، أحمد اهم. نجيب سأل سؤال بيقول: "لا ينفع تقول لنا عملت إيه في الاتفاق في العقد
والضرايب والسكن والمواضيع الجانبيه المهمه اللي هي حاجات هي بتاثر على معيشتك بشكل اساسي. اكيد طبعا، اكيد دي طبعا. ايه اللي حصل فيها؟ طيب اولا انا كنت اكتر ويب سايت كنت ببحث عليه كان ستاك اوفر فلو. كان ساعتها في سيكشن الوظائف، كان يعتبر افضل من لينكد ان ساعتها يعني. اكتر جميل. الشركات بترد، لكن دلوقتي هو اتقفل، ولكن يعني كان هو افضل. ستاك اوفر فلو كان بيديك حاجه اسمها سالري كالكوليتور على حسب الخبره بتاعتك، حاليا لسه موجود. تقدر انت تعمل تشوف متوسط المرتب على حد في خبرتك شغال بالتكنولوجيز دي في المانيا مثلا، فيقول لك الرينج حلو. بتاعك عامل ازاي. وفي ده نفس جميل الوقت ده. لازم انت مم. ده كان على لينك لسه موجود حاليا برضه على ستاك اوفر فلو، تقدر تشوفه يعني. حلو. فتقدر تقول مثلا انا خبره 3 سنين ببي اتش بي ولارافيل وكذا، فالرينج بيديك يعني متوسط، تقدر انت تفهم الدنيا ماشيه ازاي. وفي نفس الوقت انا قبل ما كنت بخش الانترفيوز كنت بعرف يعني بعمل سيرش بقى عن الشركه دي من اول ما نشأت لحد ما الناس اللي شغالين فيها، مين الناس اللي شغالين فيها، كاتبين ايه على لينكد ان، جلاس دور، مش عارف ايه، كل الكلام ده بعرف الرينج بتاعهم عامل ازاي. جميل. ثالثا لازم تبقى انت عارف ان الضرايب هنا في المانيا عاليه جدا. الضرايب هنا في المانيا ممكن توصل ل 40%، لو انت سنجل مثلا توصل ل 40%. ولكن مش كلها بتبقى ضرايب، بتبقى تامين صحي وتامين اجتماعي وتامين بطاله، حاجات كتير يعني. ولكن مش جميل. الرقم اللي انت هتاخده هو الرقم اللي انت هتحطه في البنك، لا خالص، ممكن تقلله بنسبه 40% يعني. جميل. آه وفي عشان كان نفس في الوقت حد بيسأل على عندي النقطة دي، بلو كارد. اتعاملت ازاي مع الضرايب الضخمة في ألمانيا؟ بالظبط، فبرضه بالظبط. كده في نفس بنجاوب الوقت دلوقتي. قد البلو كارد. البلو كارد في المانيا هي الاقامه المميزه للناس اللي هاي سكيلد، اللي موجودين او اللي عايزين يعملوا حاجه خاصه بيهم كده. تمام. اه. فعاملين حاجه اسمها بلو كارد الاتحاد الاوروبي، مش المانيا بس. البلو امم. كارد دي ليها شروط معينه. يعني مثلا لازم يكون عندك مرتب كويس. فقلت طيب ماشي، ايه بقى مرتب بلو كارد ده؟ قال لك مثلا كان ساعتها 50,000 يورو في السنه. فده كده بالنسبه لالمانيا هي اللي بتقول ان المرتب ده كويس. تمام. امم. كده كده حد ايه كويس. فابتديت ان انا اتناقش مع الشركه في الارقام دي. لقيت لا، ان في ناس بتاخد اعلى. تمام. امم. وفي نفس الوقت انت بعد ما تحسب مثلا، لان في المانيا بيحسبوا بالسنه، ما لهمش علاقه انت تاخد قد ايه في اه. الشهر. لا، انا هديك اه. كذا في السنه وجروس، مش ماليش علاقه بالضرايب بتاعتك. امم. انا هديك كذا، هيطلع من الشركه كذا جروس، 80 بقى، 50، 20 على حسب. وانت امم. بقى شخصيا بتحسب بقى انت في الاخر هيجي لك قد ايه، على حسب مثلا انت سنجل فهيجي لك هتدفع 40% ضرايب. لو متجوز ومراتك مش شغاله هتدفع اقل. لو معاك اولاد امم. هتدفع اقل فئه، تقريبا حوالي 15% او 20% ضرايب. كده على امم. حسب حالتك انت الاجتماعيه وعلى حسب دنيتك. اه. بالنسبه بقى للسكن وكده، اولا في شركات كتير قوي، وكانت من الشركه اللي انا كنت شغال فيها بتقدم لك حاجه اسمها ريلوكيشن باكج. ريلوكيشن باكج امم. دي بتمانج الفيزا بتاعتك، بتحجز لك طيران. تمام. وبتحجز لك سكن لمده شهر او شهر ونص عليهم لحد ما انت تيجي وتلاقي سكن. جميل. فبيجهز لك سكن. فده كان الاتفاق ما بيني وبين الشركه على التفاصيل دي مم. كلها. جميل بس. جدا. طيب اتمنى يكون في افاده بقى لاحمد نجيب. كده جاوبنا على سؤالك. ناخد مجموعه اسئله تانية سريعا بقى، عشان احنا كسرنا الساعه، والموضوع لما الضيف كده بيكسر مع الساعه ده بيبقى بسبب ان اللايف ممتع جدا. بوسي بتقول، بوسي محمد، وحضرتك يا باشمهندس رامي مش هتعمل كورس قريب في ايراسوفت ادفانسد بي اتش بي؟ احنا كنا المفروض بنرتب لده من سنتين تقريبا، بالظبط ولا من والله. سنه. اه. كنا لا، ان عايزين شاء نعمل الله. ده. يعني ان شاء الله ممكن يكون حتى لو ما كانش اوف لاين، يعني لو كان مم. في امكانيه نعمله اونلاين فممكن نتفق مع مصطفى ما ونشوف فيش مشكله. ممكن يتعمل اونلاين. لو كده يبقى ممكن ان جميل. شاء الله. لكن اوف لاين الموضوع بيبقى نرتب صعب، لان انا باجي مصر يعني فترات مش شهر كتيره يعني. مثلا تقريبا. لا، وساعات بقعد 6 شهور اكتر يعني، على حسب بس. بلطجه يعني كده، ربنا يسهل. ربنا ييسر لك الامور. ان شاء الله نرتب مع امين. بعض حاجه زي كده ونظبطها باذن باذن الله. الله. طيب. في الكومنت. طيب. في ناس زي ماركوس. يا رب ماركوس ان شاء الله، ماركوس رفيق. يقول بقى ايه ماركوس؟ طب ايه الحاجات اللي الانسان بيحتاجها في اول المشوار، وازاي قدرت تستمر في الطريق ده لما حصل اكتر من دروب، وبما ان حضرتك كنت ماشي في الطريق لوحدك؟ وايه هي اسباب النجاح اللي بتخلي الانسان يكمل في طريق النجاح؟ وشكرا. طيب اولا انا كنت ماشي في الطريق لوحدي وجالي دروبس كتيره قوي،
وinterviews اتقفلت في وشي بسبب إن أنا ما كنتش في حاجات مش عارفها، لكن فكرة إن الواحد بجون واحد بس إن أنت تتقبل في شركة وتسافر فهتغيّر مسار حياتك كلّه، ده كان تمام، يعني أنت كنت بتلعب ضربات جزاء، ده أنا كنت فاهم الموضوع بالشكل ده، أنت مش بتلعب ماتش بقى وهتريّح وتطلع، أنت بتلعب ضربات جزاء، كل ماشي بتطلع برّه وفي العارضة والجون يصُد ومش عارف إيه، أنت عايز تجيب جون واحد بس، جون واحد بس الموضوع خلص، لإن لمّا شُفت الناس بتسافر وشُفت في نفس الوقت في ناس أعرفها هنا سافرت برّه ويعني وبيتكلموا عن الوضع هناك والشغل وطريقة العمل ومش عارف إيه، وفي نفس الوقت لقيت واحد مثلًا بيقول لي إن المدير بتاعي ما ينفعش إن هو يكلمني بعد الساعة 18:00 لو كلمني بعد 18:00 ممكن أعمل له مشكلة، وأنا في مصر في الشركة اللي أنا كنت فيها آخر شركة، أنا كنت شغال والناس بتصلي صلاة العيد برّه، صلاة العيد الصبح الساعة 6:00 6 بعد الفجر كمان صلاة العيد، الناس بتقول الله أكبر وبتصلي، وأنا شغال عشان السيرفر واقع من البيت، يعني مش حتى من الشركة لأ، يعني اتصل بيّا يعني آخر يوم في رمضان، اتصل بيّا بالليل، خلاص كده ليلة العيد، ليلة الوقفة، اتصل بيّا عشان الحق السيرفر واقع، طب دي ليلة وقفة وعيد، طب مين قاعد على السيرفر أصلًا؟ مين في السيستم، مين في مصر، مين في العالم كله بيتفرج دلوقتي على السيرفر بتاعك؟ لأ، بس لازم السيرفر يتصلح بس. ففي فرق كبير أوي ما بين الquality ما بين النفسية اللي أنت هتشوفها هنا، ما بين أسلوب العمل، التكنولوجي اللي أنت شغال بيها. لمّا أنت كنت فكل الحاجات دي بتخلّيك في الآخر لأ، أنت برضه هتستمر، لإن زي ما قُلت هي ضربات جزاء مش أكتر، عايز تجيب جون واحد بس. فمرّة هتفشل مرّة هتنجح، لكن في نفس الوقت أكتر حاجة بتخلّيك تتحفّز إيه، إن أنت كل مرّة كل ما بتُقع، المرّة اللي بعديها بتبقى أنت عارف اللي وقعت فيه، بس. يعني زي ما قُلت أول interview قال لي: "يعني إيه solid principle؟" قُلت له: "إيه هي solid principle دي؟" تاني interview سألني نفس السؤال، قُلت له: "بُص الsolid principle دي 1، 2، 3، 4" رصيتهم له بس. اللي بعديها قال لي: "هو الtesting" بس، نفس ما الكلام. قعدتش تندب حظك يعني، صح؟ وما بالضبط. حدش بيقبلني والدنيا جاية عليّا ومش عارف إيه، وتنزّل 3، 4 story كده أو 5، 6 ما فيش مشكلة، وتقعد بقى أنا كنت باتريق تحزن وفي يعني. نفس الوقت في نفس الوقت ممكن ناس يعني أنا برضه عندي على اليوتيوب فيديو عملته قبل السفر ب11 شهر، وأنا باتكلم إن أنا لسه بقى باقدّم ومش عارف ألاقي مش عارف إيه، بعديها ب11 شهر الحمد لله نزّلت live وفي نفس الفيديو ده اتكلمت فيه قُلت إن شاء الله هاعمل live من ألمانيا أول ما أسافر، ولسه لا في interview بقى وعمّال لسه unfortunately والinterview وقع فيها ومش عارف إيه، فقُلت بإذن الله هاعمل live جديد في ألمانيا، وبعد 11 شهر عملت الlive الحمد لله من ألمانيا، تمام؟ جميل. فدي أنا شخصيًا لحد دلوقتي ممكن أشوف الفيديوهين دول، أشوف الفيديو ده وأنا قاعد باقول مش عايز أسافر ومش عارف إيه والكلام ده، وإن شاء الله هاسافر وأعمل live من هناك، وأشوف الlive اللي بعديه على طول وأنا فعلًا في ألمانيا، وباعمل الlive اللي قُلت عليه. الفرق ما بين الاتنين دول إن أنا كنت أي interview باقع فيها باتعلّم إيه اللي وقعت فيه، نقطة حمرا كده وأتعلّمه. أنت في مش نفس بتبُص الوقت على إن ده بشيء بيهينك أو بيشينك، يعني حاجة نقص فيك، على قد ما هو دي حاجة جميلة جدًا أنا شايفها ما كانتش موجودة عندي، بالضبط، فأنا باكتسبها، بالضبط، بس. بالضبط، بالضبط. يعني أنا ما فيش حد أنا لحد دلوقتي لسه باتعلّم، وفي نفس الوقت في معلومة مهمة جدًا، أنت لو developer وعدّى على الكود بتاعك 6 شهور، مش هاقول لك 3 شهور، 6 شهور ورجعت على الكود بتاعك تاني وما قُلتش إيه الهبل اللي أنا كنت عامله ده، يبقى أنت ما بتتطوّرش. بالضبط. ده اللي أنا باعمله دلوقتي، يعني أنا عندي project شغّال فيه من 2017. آخ! من صباح 2017 الفل. project كده كل شوية باطوّر فيه، كل شوية بارميه خالص كده ممكن توصل لمرحلة إن أنا أرميه خالص وابتديه تاني من الأول عشان خاطر إيه الهبل اللي أنا كنت عامله ده، أروح عامله تاني. إمم. هو ما نزلش ومش هينزل، بس الفكرة إن أنا حاجة باتعلّم فيها، كل شوية باشوف أنا كنت إيه ودلوقتي لأ، أشيل الكلام ده كله وأضيف عليه بقى docker وjenkins ومش عارف إيه، الكلام الجديد اللي أنا اتعلّمته. دلوقتي مثلًا أنا جميل شغّال جدًا. بكذا لغة برمجة فالproject إمم. ده بدأت إن أنا أقسّمه PHP وكود يتعمل بالجافا وmicro service يتعمل بالبايثون وكلّهم يكلموا بعض بAPI gateway gateway. جميل. بالضبط، فدي الفكرة، أنت بتتطوّر، دي أهم حاجة. فالوقعات بتاعة الinterview كانت بالنسبة لي الحاجات دي لازم أعملها أو لازم أتعلّمها بس. جميل جدًا. جميل جدًا، جدًا كمان، يعني فكرة الاستمرارية والعزيمة اللي ربنا بالضبط، ادّاها لك، واستمرارية في إنك مكمّل لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك، ربنا هيكرمك لو أنت كمّلت إن شاء الله، بالضبط، هيكرمك بالأفضل ليك، بس هي الفكرة إن أنت تستمر ومش يعني أنت قُلت ما بين الفيديوهين 11 سَنة كاملة ما بين اهم، الفيديوهين أنت مستمر في التعب، مستمر في بالضبط، البحث،
مستمر بتقدم في الشركات، مستمر عمال بالظبط. يتقال لك انفورشنتلي، ومستمر. يعني الدنيا كانت جميله جدا بالظبط. معاك خلال السنه دي، مش وردي يعني. مش حتى مش لوحدك كده، ده حتى في تاثير مجتمع عليك، حتى الكلمات دي مهما كانت بتاثر، رحت ولا جيت هي بتاثر عليك. بالظبط. فانت ما خدتش الكلام ده وقلت خلاص انا هقعد يعني. طيب، زي ما بيقولوا الفشل الوحيد انك تقف. وقفت بالظبط. يبقى انت فشلت. طيب، في محمد اسامه. يعني كنت اتمنى ان هو اللي في دماغه طلع اللي في دماغي، الحمد لله. محمد اسامه زكا أس بيقول لي افضل الاماكن اللي اقرا فيها المقالات، لان الثقافه مهمه جدا علشان توصل لليفل كويس. سؤال مهم قوي. ريدت وميديوم دول يعتبروا ريدت اكتر وميديوم. حاجتين. دول اكتر حاجتين انا يعني مش يعني بشوف عليهم حاجات كتيره جدا. ريدت امم. وميديوم الاثنين دول فيهم كوميونتي كويسه جدا، وفي نفس الوقت بيدوك حاجات كتيره، وفي نفس الوقت ساعات بتبقى سبيسيفيك وحاجات جنرال. يعني دول اكتر امم. حاجات، اكتر ويب سايتس ريسورس يعني المقالات عموما، يعني سواء كانت تكنيكال او جامد. حاجات تخص يعني التولز عموما. جميل. السؤال ده حابين يعني نجاوب عليه، لان هو فعلا سؤال مهم. مم. لو حد متحصل على الثانويه بس والسن فوق ال 30، هل ممكن اتقبل في الشركات، او ممكن يقبل في الشركات ولا لا؟ والله انت لو بتتكلم في الشركات في مصر ما اعرفش ده عائق ولا لا، بس ما اظنش يعني. اما الشركات في المانيا، بص، حتى القانون الجديد بتاع تشانسا كارتا دهوت والبحث عن عمل والكلام ده، ها. لازم يبقى فيه شهاده جامعي. حتى لو ما كانتش دلوقتي كده تنازلوا انها تكون في نفس التخصص، تنازلوا امم. انها تكون معترف بيها في المانيا، ولكن برضه امم. لازم تكون جامعي. تمام. امم. ممكن يكون لو ده انت بالنسبه قدمت لالمانيا. عمل ده عمل تمام. امم. بالنسبه لمصر انا مش شايف ان فيها مشكله، ما اعرفش بصراحه، ممكن يكونوا يعني في شركات فيهاش بتبقى ادنى بتقبلها، مشكله خالص، بس انت لكن تقدم في مصر ما فيهاش. للشركه. بالظبط. طالما هتقدم فاليو للشركه، ما يهمهاش بقى ان انت جاي من خريج ايه ولا معاك ايه، يعني طالما تقدم في الشركه. والسن، ما انا مش شايف برضه زي ما قلت، السن مش عائق تماما يعني. احنا كنا في لايف مع عمر احمد، وان شاء الله في، يعني ده كان ميتنج مع عمر احمد، في لايف ان شاء الله يبقى قريب بقى الجمعه اللي جايه مع عمر احمد، الشباب اللي تعرف عمر. ان شاء الله اتكلمنا في النقطه دي، وكنا ذكرنا كيس حقيقيه، حد كان شغال في مجال معين وستيبل وبياخد سالري كويس والدنيا حلوه، بس هو حب يعمل شيفت كارير، وقعد مع نفسه سنه، كان عنده 30 31 سنه، وكان كان في حاجه تانية خالص، يعني بعيده خالص عن البرمجه. والراجل قدر يعمل شيفت كارير بشكل كويس جدا، ومن اشطر الناس اللي انا شايفهم في مجال. هو اتعلم فلاتر او اتعلم موبايل ديفلوبمنت، وادى فيه بشكل كويس، واشتغل مع شركات بره ريموت، ودنيته كويسه وطيبه. طيب تعالوا ممكن نجاوب على السؤال ده. يعني عشان بس الحاجات دي بتبقى للشباب الصغير وهو لسه في الاول وبتاع. بيقول مساء الخير يا هندسه، كنت بسمع ان اقوى فريم ورك في الباك اند نود جي اس، هل الكلام ده صحيح؟ وليها شغل في المانيا او الخارج عموما ولا لا؟ اقوى فريند واقوى فريم ورك واقوى لغه واقوى الكلام الجميل والله اللي بص، طالما يعني بص الاسئله دي اللي هو اقوى فريم ورك واقوى لغه واقوى مش عارف ايه، مفيش حاجه اسمها الكلام ده خالص. كل لغه ليها استخداماتها بالظبط. كل لغه ليها حاجات يعني هي متميزه فيها، وحاجات تانية هي مش متميزه فيها. النود جي اس مثلا ممكن الناس تستخدمها كانها بروكسي سيرفر ما بين الفرونت اند والباك اند. الباك اند شغال بي اتش بي مثلا، الفرونت اند شغال رياكت، والنود جي اس موجوده بس ايه، بروكسي. وممكن ناس تانية امم. تشتغل بالنود جي اس. طلعت في امم. الاكسبريس مثلا، لما طلعت كان كويسه جدا. بريس. في حاجه تانية جديده ظهرت مش فاكر من فتره قريبه، هتبهدل الاكسبريس وهتغير عالم النود، مش فاكر كان اسمها ايه، بس ممكن الناس اللي شغاله بالنود تعرفها. امم. وما اتغيرتش، النود لسه موجوده. نود ففكره موجود ان انت اهم فريم ورك واحسن فريم ورك ومش عارف ايه، ده مش احسن لغه برمجه، ده مش موجود. يعني لو في احسن لغه برمجه، ليه اصلا الباقي موجود اصلا؟ لا. يعني الباقي طب شغالين بيه ليه؟ تمام. فدي وجهات نظر وكواليتي بتاعت يعني الامكانيات بتاعت التيم نفسه. تمام. واختيارات التيم، اللي هو التيم عايز يشتغل بأنهي لغه برمجه لاسباب معينه تخص البروجكت، سبيسيفيك بروجكت معين. يعني مثلا انت لو شغال في البروجكت ده محتاج اسync كتير، فالنود احسن من البي اتش بي. لو محتاج امم. استابيليتي البي اتش بي احسن من النود. تمام. جميل. فحته الاستابيليتي كده اهو يعني. اما كل وظائف حاجه ليها بالظبط نقاط الوظائف. القوه بتاعتها يعني. بالظبط. الوظائف موجوده في المانيا، ولكن مش بكثره النود والبايثون، البي اتش بي والبايثون والجافا، او بايثون وجافا وبي اتش بي بعدهم، النود بعدهم كمان.
ده في المانيا، يعني احنا لو هنرتب في المانيا بايثون، جافا، بي اتش بي، بايثون، بعد كده جافا، بالظبط. جميل. اللي عاوز يسافر المانيا يا شباب، في سؤال هنا: هل ممكن واحد متخرج من تجاره يشتغل في المانيا مبرمج؟ ممكن. حاليا بعد القانون الجديد امم تقدر ان انت، كل الفكره كلها يا شباب، تلاقي عقد عمل. لقيت عقد عمل هتسافر المانيا. بس امم في حاجه اسمها تشانس كارتا، ان انت تيجي هنا سنه تفضل تدور على شغل، ولكن زي ما قلت كتير قوي انت مش محتاجها، لان انت مبرمج. تقدر ان انت وانت في مصر تقدم على الشركات وتعمل انترفيو، اتقبلت تمام، ما اتقبلتش مش خسران حاجه. لكن لو انت جيت هنا بتفاصيل التشانس كارتا مثلا او فيزا بحث عن عمل، الموضوع صعب عليك ان انت تقعد 6 شهور تعمل كام انترفيو، هتتكلف فلوس ممكن تترفض وتمشي في الاخر. تمام. لكن لو انت تجاره بقى، حقوق، اي كليه حاليا، تقدر لو لقيت عقد عمل تسافر المانيا وتاخد البلو كارد كمان، اللي كانت ممنوعه من، او كانت ليها شروط معينه في الاول، دلوقتي حتى ينفع تاخدها. فعادي جدا يعني. جميل. حاجه جميله كده هنختم بيها، علشان احنا طولنا والاسئله كتير، واللايف طول جدا. هو بيقول: انا فرونت اند بس مستمتع باللايف جدا بصراحه. الله عليك يا فوده. عايز الله، الله يخليك. الحمد لله، ده شيء يسعدنا جميعا. لو احنا عاوزين نختصر باشمهندس رامي الرحله، القصه بتاعت رامي حكم بشكل عام، في نصيحه اخيره وننهي بيها ان شاء الله اللايف. تمام. والله انا لو هنصح الناس اللي اوريدي داخله المجال، الاي اي مش هيموت المبرمجين. الاي اي تول بتساعدك ان انت تعلي البرودكتيفيتي، بتساعدك ان انت تعمل حاجات كتيره قوي بشكل افضل. ولكن مش معنى كده ان هي هتحتل مكان المبرمجين، لا. الاي اي ادوات مساعده حاليا. تاني حاجه، الموضوع مش سهل. ان انت تبقى مبرمج دي حاجه مش سهله. المبرمجين دلوقتي يعتبروا هم اكتر ناس مطلوبين على مستوى العالم. مم. تخصصاتهم كتيره جدا. كل المجالات حاليا ممكن تلاقي كل التخصصات. مفيش حد مثلا بيسيب الحقوق ويروح تجاره. يعني مم. مفيش حد بيسيب اداب وبيخش، مش بقول لك كليات، بقول لك تخصصات. لكن كل دول بيسيبوا مجالاتهم بيروحوا على البرمجه. اروح برمجه فعلا. بالظبط. فده معناه اللي تشالنج لا. كبير، عدد كبير مم. قوي، لكن في نفس الوقت يعني الموضوع مش سهل. مش معنى ان انت كده تاخد كورس 2 وكده خلاص تلاقي شغل. الموضوع بيحتاج وقت شغل. بالنسبه للناس اللي عايزه تسافر والفرص بره، كتير. بالظبط. الناس اللي عايزه تسافر بره، لو عايز تسافر بره وعايز تسافر المانيا، شخصيا المانيا بلد اقامه مش استقرار. ما ينفعش ان انت تستقر فيها يعني. او اول ما قلت في اول كلام خالص، انا هنا جاي حاليا في المانيا، بعد كده اهو. لازم تمشي ببلد هنا، لان هنا مش بلد تربي فيها اولادك يعني خالص. انت ممكن تيجي مم. هنا، تيجي تشتغل فتره، تتعلم، تاخد خبره، تمشي، تاخد جنسيه مم. وتمشي. لكن مم. اقامه واستقرار، نصيحه شخصيه، لا. يعني المانيا مش بلد استقرار. بلد اقامه، شغل، خبره، تمام. لكن استقرار وتربيه اولاد، لا تماما يعني. بس مم. ده كده باختصار شديد. جميل جدا، كنت سعيد جدا باللقاء معاك يا باشمهندس رامي. ان شاء الله يتكرر هذا اللقاء، باذن الله. وشكرا جدا ليكم يا شباب. في حاجه عاوز تقولها يا احمد قبل ما اقفل؟ ايوه، تعليق وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى على النبي يا شباب. عليه الصلاه والسلام. جميعا. صلى الله عليه وسلم. سعداء جدا جدا بيك يا باشمهندس رامي. السلام عليكم جميعا يا شباب. نعم، الفايز مين؟ محمد محمود هو الفايز. وتعليقه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم انت زي الفل. الفايز. ايه؟ هنعلن عنه بكره في بوست. طب ماشي زي الفل، ان شاء الله هنعلن عنه بكره في بوست. والفايز في المسابقه ان شاء الله اللي احنا كنا اعلنا عنها هو محمد محمود. واحنا يعني استفتحنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد انتوا ان شاء الله لما تعملوا كومنتس بعد كده: لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان شاء الله نذكر ربنا ونعمل كل حاجه. جميل جدا. بس يعني ايه، عاوزين كومنتس برضه، لو في كومنتس تانية تفيد الناس بشكل عام. طبعا الحاجات دي فوق ليها البريوريتي كل حاجه، بس عاوزين كومنتس في كل حاجه ان شاء الله منكم يا شباب. القاكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام.